اهلا بيكم في حلقه جديده من ذا فايزر بودكاست. بنقابل انتربرينورز واكسبرتس في الاندستري بتاعتهم، والنهارده احنا معانا حد هنتكلم في مجال كل الناس تقريبا بتتكلم فيه. كلنا بنروح الجيم، فاحنا النهارده معانا حد عنده اكسبيرينس 25 سنه في مجال اداره الانديه الصحيه، و7 سنين منهم جنرال مانجر لواحدة من أكبر أكاديميات اللي المدربين أو الجيم مانجر أو الأونرز بيروحوا لها. أو مش واحدة من أكبر، هي أكبر أكاديمي تقريبا في المجال ده أو في مجال الفتنس اندستري. معانا ومعاكم دكتور طارق شكري، سي او اي اف سي، ودي لسه هنتكلم عنها أكتر. ودكتور أخبارك إيه؟ ازيك يا مروان، عامل ايه؟ يعني شكرا على استضافتك الجميلة. نور الدنيا. بنورك والله العظيم. وانا عايز اقول لك ان الحلقه دي من الحلقات اللي انا حابب ان انا اتكلم فيها جدا. انا كان ليا الشرف ان انا اتعلمت منك حاجات كتير جدا، وكنت تلميذ من تلاميذك في يوم من الايام في كورس الفاسيليتي مانجمنت. وعايزين بقى نتكلم عن بيزنس الجيمات، لان معظم الناس بتعامل مع بيزنس الجيمات على اساس ان هو عماره، هبني كام دور وهبيع كام شقه. فاحنا عايزين نصلح المفهوم ده، عايزين ندي awareness او توعية للمدربين اللي داخلين المجال ده، عايزين ندي awareness او توعية للجنرال مانجرز او الجيم مانجر في مختلف الأندية الصحية، عايزين ندي توعية للانتربرنور او البيزنس اونر اللي بيملك جيم او لسه هيملك جيم. احنا جايبين حد اكسبرت، فانطلق انت، معاك الميكروفون. اول انا يعني انت منورني ومتشرف ان انا قاعد معاك دلوقتي في الاول بودكاست بالنسبه لزوايزر. انا بالنسبه لي القصه بتاعت الاكسبيرينس بالفتنس انا بادئها زي ما انت قلت كده من فتره طويله شويه، من سنه 99. من قبل ما انا اتولد، انا 2001 يعني. ده كان بدايه دخولي لكليه التربيه الرياضيه. اه، واللي الناس ما تعرفوش عن التربيه الرياضيه دي من الكليات انا بحسها ان من كليات القمه، لسبب ان هي بتطلع فعلا ناس في مجالات كتير جدا. بدليل ان لما احتكيت بمجال العمل، معظم الناس خارجين الكليات التانية بيبقوا عايزين يشتغلوا الشغلانه بتاعت خريج التربيه الرياضيه اللي هو المدرب. ايوه فعلا. فده في حد ذاته بالنسبه للتربيه الرياضيه هي اد فاليو، ده اللي بنتكلم عليها بقى في البيزنس. لما نيجي نتكلم عن الفاليوز بنقول ايه الفاليو بروبوزيشن بتاعت المشروع، فبنبدا نتكلم عليه. فعلا الفاليو او الاد فاليو بالنسبه للمجال ده هو خريج التربيه الرياضيه. انا خريج الكليه 2003 وعملت الماجستير والدكتوراه في الاداره الرياضيه. تحديدا اداره التميز، انا فاكر. في الدكتوراه عملتها في اداره التميز الاداري في الانديه الصحيه. ودي كانت شويه كان من الابحاث الغريبه بالنسبه لي في الكليه، ان انت ازاي هتعمل بحث. اداره التميز اللي هي البيزنس اكسلنس، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ هو البيزنس موديل اكسنس ده اللي هو النموذج الاوروبي لاداره التميز، اللي بيتعمل على جوائز اللي هي بتتاخد جايز زي الكواليتي مانجمنت على اي حاجه. ده بيتعمل للحاجات الخدميه والحاجات اللي بتقدم فايده للمجتمع. تمام. يعني ممكن حاجه مضره زي السجاير تاخد الكواليتي، لكن ما ينفعش تاخد اداره التميز، جائزه التميز. لازم تكون الحاجه دي بتفيد المجتمع بالظبط كده. فطبقتها في الجيم، وكان من الابحاث الغريبه شويه ان انت ازاي هتعمل قياس قبل وبعد اداري. ما كانتش بتحصل قبل كده عندنا. يعني كان ممكن فيزيكال حد يعمل قياس قبل وبعدين يحط. والناس بتتعامل مع الجيم حتى الان معامله يعني سيئه جدا في المانجمنت بشكل عام. انا بشوفها ان مفيش حد بيحط معايير او كي بي ايز، نادرا يعني. انا اللي انا شفته حتى الان محدش بيحط اي معيار للاوبريشن، الريسك. بالظبط. في الجيم في سبلاي تشين، وفي سلاسل توريد، وفي برودكتس بتيجي، وفي اماكن بتاجرها وهكذا. انا اكتشفت ده بعد ما خلصت رساله الدكتوراه. يعني كنت ان هي مش رساله بالنسبه لي، كانت رساله عاديه لان انا اوريدي عملتها في مجال شغلي، مش حاجه عشان اخد اللقب، لا هي حاجه عملتها عشان مجال شغلي. اللي اكتشفته بقى في المجال بتاعنا ان معظم الناس بيبقى معاه شويه فلوس، بيبقى عايز ينفست في المجال بتاع الفتنس على اعتبار ان هو مجال بيولد فلوس. هو الطبيعي اكيد اي مجال بتحط فيه هو بتنفست بيحسبها فلوس. 10000 جنيه في 1000 عضو، فانا عايز ده. هو بيدفع النهارده سي مليون 10 مليون، هو عايز المكسب بتاعهم امبارح ايوه، مش بكره. ايوه. تمام، دي مشكله.
ما بيحسبش البريك ايفن بتاعه، ما بيعرفش ايه الفيكس كوست بتاعته في المشروع، مش فاهم الايه عايز يبدا بتاعته. السيل بدري بيبقى. طبعا فدي مشكله كبيره جدا، زائد ان معظم الناس داخل المشاريع دي من غير ما يعمل فيزيبيليتي ستادي، ودي مشكله. مش فاهم السوق بتاعه، مش عارف يقدم ايه للناس، مش فاهم. بنقول والله يعني الناس هي بتتعلم واحده واحده، بنحاول ان احنا نساعد. يعني الفيزابيلتي ستادي بيعملوها فاينانشال بس، بيعملوها ماليه بس، فده بيؤدي ان ما تبقاش عارف الكونسيومر بيهيفير عامل ازاي، مش عارف السيجمنت اللي انت مستهدفها عامله ازاي. ده اكيد. يعني احنا برضو حابب اوضح، يعني انا كان عندي اكسبيرينس في مجال الجيمات، كنت جيم مانجر في سن 19 سنه، وكنت تكنيكال مانجر في 17 سنه. فانا شفت حاجات في البيزنس بتاع الجيمات هتخلينا احنا الاثنين نتكلم بحرقه. فيعني عايزين الناس تفهم النقطه دي، ان احنا شفنا حاجات كتيره جدا في بيزنس الجيمات. فالنهارده احنا هنغطي الستار ان شاء الله عن الموضوع ده، فهتلاقونا بنتكلم في حرقه فعادي يعني. على قد ما نقدر. ما تستغربوش يعني. لا، هو اللي انت قلت جمله حلوه قوي، ان بنتكلم بحر. ايوه لان احنا شفنا يعني سوري في اللي هقوله في اللفظ ده، مصايب بتحصل. انت ما ينفعش تكون النهارده بتفتح جيم وعايز المكسب بكره، استحاله. في مشاريع ممكن المكسب بتاعها بيجي تاني شهر، ده عادي. بس في الاغلب اللي هي منتجات، حاجه ملموسه، انت بتقدم خدمه، استحاله انك انت العائد بتاع الخدمه هيجي لك تاني يوم. انت محتاج تلعب على البيهيفيرز بتاعت الناس، انت السلوك نفسه بتاعك انت اللي بتقدمه ده في حد ذاته فاليو، هل الناس تقبلته ولا لا. فدي مشكله في المجال بتاع الفتنس عندنا يعني. وكمان حته الكاش بيرن، ان انت في حرق فلوس لمده سنه على الاقل. على الاقل احنا بنقول مثلا من 6 شهور لسنه، بنديها الماكسيموم السنه بتاعها، بس على الاقل بتبقى انت عملت البيرك ايفن بتاعك، اللي احنا هنتكلم عليه قدام يعني مع بعض. فبس هي قصه بالنسبه للاندستري بتاعت الفتنس، الموضوع محتاج دراسه، محتاج افهم السوق كويس، محتاج اما اعمل الفيزيبيليتي ستادي ابقى فاهم يعني ايه دراسه سوق، يعني ايه دراسه فنيه او تقنيه اللي انا اشتغل عليها، ازاي افهم ان انا احط فلوس امتى وهيجيلي الار اي بتاعها امتى. كل ده فيزيبيليتي ستادي. وزي ما انت عارف يا مروان، ان اي حد بيعمل فيزيبيليتي ستادي قبلها بيعمل البيزنس موديل، عشان يبقى فاهم اصلا التسع عناصر بتاعت البيزنس موديل دي موجوده في مشروع ولا لا. يعني من اهم حاجه وسريعا يعني. دايما لما بقعد اتكلم مع الناس في النقطه دي بيقعد يقول لي ايه لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، تعالى نبص على ارض الواقع. ما ينفعش. ما هو ده ارض الواقع. هو الفكره ان العلم اللي انت بتتعلمه علشان يبقى عندك منهجيه في التفكير، طبعا مش عشان انا اللي هو انا بقول كلمتين بتباهى بيهم يعني. خلينا ناخدها من الحته دي بالذات في شكل قصه. يعني انا لو واحد دلوقتي عندي مشروع معايا 10 مليون جنيه، معايا 100، معايا فلوس كتير، تمام. مثلا يعني مش عايزين نفتح اكتر من كده، يعني ما تجيبوش شقه مش هقول لك تفتح. فخلينا نقول مثلا معايا اكس من فلوس، تمام، وعايز انفست في المشروع ده. انا لو واحد فاهم تكنيكال، ممكن ما اكونش فاهم مانجمنت. ولو انا فاهم مانجمنت ممكن ما اكونش فاهم تكنيكال. ولو انا فاهم الاثنين هبقى ممتاز. في ده موديل وده موديل وده موديل. لو انا فاهم تكنيكال هجيب حد فاهم في المانجمنت عشان يقول لي اعمل ايه في الحته الاداريه، وانا هدعمه بالحته الفنيه، والعكس. وفي ناس عندها الاثنين. بس زي ما احنا فاهمين اي مشروع ما ينفعش يشتغل واحد بدماغ واحده، لازم يبقى فيه اكتر من دماغ. زي ما انت عارف الموديل بتاع ديزني لما بيقول انا بفكر، التاني لا ما تفكرش بالطريقه دي، التالت لا انت ممكن تعملها بس بشكل معين. فده موجود في البيزنس، متفقين على ده. طيب انا بعمل بيزنس موديل ليه؟ انا بعمل بيزنس موديل عشان افهم ايه العناصر بتاعه المشروع اللي اشتغل عليها. اول عنصر واهم عنصر بالنسبه لي الفاليو بروبوزيشن بتاعتي، ايه اليو اس بي او اليونيك سيلينج بوينت اللي انا هقدمها للكاستمر اللي انا هشتغل عليه. لو مش عندي من الاول مش عارف اشتغل. صح، حتى بيسموا الفاليو بروبوزيشن البين ريليف. انت عندك صداع، اديتك دواء. بالظبط. انا لو مش عندي اصلا او مش عارف ايه هو الفاليو اللي هقدمها للعميل بتاعي، يبقى انا مشروعي من الاول كده مش نافع اشتغل. مش هحط فلوس خلاص، لا انا عايز احط الفلوس دي بس الحاجه الناس هتاخدها، السوق محتاجها. طيب هل الماشينز تعتبر فاليو؟ الماشين طبعا انت بتستثمر فيها، هي بتعتبر من الفاليوز بس في حاجه تانية اللي هي الكي ريسورس، اللي الكي ريسورسز الناس بتاعتك. بتبقى فاكره ان الفاليو بروبوزيشن اجيب مثلا تكنو ماشينز، لا خالص. واجيب احسن لاين في الكارديو اريا، او اجيب احسن ويت اريا، او ده هل ده فاليو؟ لا، الفاليو بتاعتك بتظهر في السيرفيس اللي بتقدمها للناس. بالظبط. يعني انا دلوقتي لو انا عندي احسن ناس
على الفلور بيمرنوا الناس كويس جدا جدا، بس ما بيعرفش يقنع حد بالخدمه اللي بيقدمها، يبقى ناقصه حاجه. ما بيعرفش يبيع الفكره، مش هقول لك يبيع السيرفيس نفسها، لا حتى الفكره. كان بيقنع واحد ان هو يغير، يعمل لايف ستايل جديد ويحافظ على صحته، ده يبقى ويلنس لو ما عندوش الكونسيبت بتاع الاقناع ده، يبقى ما ينفعش يشتغل مدرب في حته ناقصه. تمام. فانت الفاليو بروبوزيشن بتاعتك اللي هتقدمها للعميل، هتجيب له مدرب بيبريزنت السيرفيس بتاعته بشكل كويس، بيعرف يحافظ على البلان بتاعته مع العميل، بيطلع نتيجه من العميل، دي فاليو بروبوزيشن. صح. عندي الكاستمر سيرفيس الفاليو بروبوزيشن، لو ما عنديش حد بيعرف افتر سيل يتكلم العميل ويقول له ايه الاخبار، الدنيا ماشيه ازاي، الموضوع ده ممكن في خلال شهرين 3 الناس كلها تمشي، لان انا ما عرفتش المشكله. فلو انا عندي حد بيعرف يشتغل الشغلانه دي فاليو بروبوزيشن، بقدر اقدمها للعميل عشان اعرف في الفيدباك ايه، واقدر اصلح طول ما انا ماشي. فالفاليو بروبوزيشن بتتمثل في كل خدمه انا بقدمها للعميل وهو يتقبلها، زائد ان السوق ده متقبل او عايز الخدمه دي. ده موجود. اروح للناحيه التانية بقى، انا مين اللي انا عايز اتارجتهم، ايه السيجمنت بتاعتي، ابدا اتارجت الناس بتوعي دول تصنيفهم ايه، عشان اشوف المتوافق مع الفاليو اللي بقدمهم ولا لا. لقيتها تمام مناسبه، ابدا اشوف بقى الحاجات التانية زي التشانلز، ابدا اروح للناس دي ازاي. طبعا بعمل الاول اللي هو الاويرنس عن البراند بتاعي، او عن السيرفيس اللي بقدمها، وهكذا لحد ما اوصل بعد كده ان العميل تقبل مني الخدمه دي وبدا يشتريها. بعد كده بقى فاهم ايه المصادر بتاعتي بقى، الايرادات اللي انا هشتغل منها دي عباره عن ايه، او انا ايه المنافذ اللي هتجيب لي الايرادات دي. وانتقل للجزء التاني اللي هي الحاجات اللي تعتبر مرتبطه بالشركه بتاعتي، اللي هي المطبخ بقى بتاعتي، اللي هي بتتمثل في 4 نقط، اللي هي الكير سورس والاكتيفيتيز والبارتنرز اللي معايا، وبعد كده الكوست ستراكشر بتاعي يبقى عباره عن ايه. لميت ال9 نقط دول، يبقى هعرف اعمل مشروع. في ريليشن شيب، انت بعد ما توصل للكاستمر علاقتك بيه هتبقى عامله ازاي؟ بالظبط، ودي مهمه جدا، لازم هل هتبقى تفكير. اوتوميتد ولا سيمي اوتوميتد؟ هل طبعاً. المدربين هيبقوا واقفين جوه واقفين في الفلور، ولا واقفين في اوضه لوحدهم وانت طبعاً. بشكل معين؟ مهم جدا ان انا بحافظ على اللويالتي او ولاء العميل عندي ماشي ازاي. مهم جدا ان البيزنس موديل يبقى انتجريت كله ببعض، يعني لازم. مش ما ينفعش ابقى بختار مثلا كاستمر A بلس كاتيجوري ويبقى الريسورسز عندي C ماينس. استحاله، لان انت ال9 نقط دول ولا واحده زي ما انت بتقول كده وقعت، هتاثر على الباقي. بالظبط. فلو عندي 9 نقط اللي بتوع البيزنس موديل الموجودين، وانا عارفهم وحافظهم وعارف همشيهم ازاي، انا دلوقتي جاهز ان اعمل مشروع، جاهز ان اضخ الفلوس واعمل المشروع اللي انا بحلم بيه عشان يطلع مبلغ معين اللي انا شايفه بعد كده يبقى عامل ازاي. ده بالنسبه للبيزنس. لو اي حد بيزنس اونر ما بيفكرش بالفكر ده، هيبقى هيشتغل وزي ما يحصل، وزي ما يحصل دي هي متوقفه للظروف. انت شايف الظروف الاقتصاديه عالميه، مش بقول لك في بلد معينه، عالميه، كل يوم في تغيير، في تضخم، قيمه الجنيه بتقل او قيمه العمله نفسها في اي بلد بتقل. فده بالنسبه لاي مستثمر بيبقى ريسك كبير مش صغير. فانت لو مش حاطط بدايل في دراستك للمشروع، ممكن مشروع في يوم وليله يقع ويخسر. حتى في كتاب ذا بيزنس موديل جنريشن بيتكلم ان البيزنس موديل هو 9 اركان اساسيين في اي مشروع. مظبوط. يعني هي هو مش واحد بيخترع كده، او اللي هو بيقول احنا نسال على ده او نسال على ده. وفي نفس الوقت دايما بقول للناس في الوقت ده، تخيل نفسك انا وانت دلوقتي بنقول فكره مشروع، ورحنا قعدنا على ترابيزه، كل واحد هيقول حاجه في حته مختلفه، لكن ال9 اركان دول بيخلوك تفكر كده. مظبوط. اللي هي النقط، الكور. انت حاطط ايدك على ايه. بالظبط. يعني كلمه ان انت حاطط ايدك على ايه، دي مهمه جدا جدا يا جماعه. في حتى انت في حياتك الشخصيه، لو انت مش فاهم انت بكره عندك ايه خطتك في اليوم، هتبقى نازل من بيت ما انتش فاهم رايح فين. صح. هي نفس القصه بالظبط. انت نفس الوقت مشروع. برضه نفس الاونر ده لو قلت له تعالى نعمل منتج، هيقول لك اعمل لي بروتوتايب. بالظبط. نفس الحكايه بقى للفاليو كرييشن بشكل عام، اعمل بروتوتايب للخدمه بتاعتك والشكل بتاعي يبقى عامل ازاي. مظبوط. طب المرحله اللي بعد البيزنس موديل، تبدا بقى انت خلاص عرفت النقط بتاعتك، تبدا تشتغل على الفيزابيلتي ستادي بتاعتك، وتبقى فاهم انت المفروض العناصر بتاعت الشغل بتاعتك ماشيه ازاي، ومنها تبدا تعمل خطه تنفيذيه بتاعت الشغل. فيزابيلتي ستادي هي دراسه الجدوى، ودراسه الجدوى مش خطه ماليه خالص، مش ماليه بس، دي فيها ممكن اكتر من 4 نقط كمان، او 5 6 زي ما انت عايز. انت عندك حاجات دراسه فنيه اللي فيها مثلا انت الخدمات اللي هتقدمها دي للمدرب، كام خدمه في السكشن بتاع التدريب،
عندك مثلا يعني عندك الجروب اكسرسايز، عندك البيرسون تريننج، عندك البرايفت 1 تو 1، عندك البرايفت اللي هو الجروب برايفت، عندك كذا نوع. فدي دراسه فنيه هتجيب مين يشتغل نيوتريشن كله بقى. وسبورتس ميديسن وحاجات كتير قوي. ده جزء، دي نقطه في بحر. لسه في حاجات تانية يعني الاوبريشن ده، ايه الفنيات اللي في الاوبريشن هتشتغل عليها. في الحته بتاعه الميديكال او النيوتريشن ممكن تقسمها برضه حاجات. كل جزء جوه الجيم انت بتقسمه دراسه فنيه بتاعته ماشيه ازاي، صح. عشان تبقى معاك المانيوال بتاع الشغل اللي هتكمل بيه المشروع بتاعك. صح. لو داخل مشروعك من غير مانيوال اكنك بالظبط كده رايح تحاضر في مكان وانت معكش ماتيريال. هتقول ايه؟ مفيش حاجه تقولها. تمام. فالمانيوال ده اللي هيمشيك على المنهجيه بمعنى صح، اللي هتكمل معاك الشغل وتضمن النجاح بتاعه. صح. فانت عندك زي ما احنا اتكلمنا في الاول، قلنا البيزنس موديل لازم بعد البيزنس موديل والتسع نقط متوفرين هتبدا تعمل فيزيبيليتي ستادي، ومنها تعمل اكشن بلان. انت خلاص بقى هتنفذ دلوقتي، لازم بزنس بلان اللي هي البيزنس بلان بتاعتك 5 سنين بتعملها ممكن كمان سنه. المفروض يعني بتبقى سنه بسنه، ممكن تعملها على مدار 3 سنين، بس بتقسمهم سنه بسنه. انت ما تعرفش السنه الجايه تبقى ماشيه ازاي. صح. لانها دلوقتي العالم كله ماشي على تغيرات اقتصاديه مختلفه، وفي تضخم بيحصل بشكل. ايكونوميكال ستادي في دراسه طبعاً، الجدوى يعني. طبعاً. يعني دراسه الجدوى دراسه السوق عن العميل اللي انت بتستهدفه ومين المنافسين بتوعك وبيتعاملوا ازاي. ومهم جدا انت ما تقولش رايك في المنافس بتاعك، يعني من الحاجات المهمه ما تقولش رايك انت. يعني انت ما تدخلش تقول لا 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 المكان مش حلو، لا 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 الايكوبمنتس مش حلوه. لا، انت مهم ان انت تدرس المنافس من كل النواحي اللي تخص المدربين، الايكويبمنتس، حاجات كتيره قوي جوه دراسه السوق. بعد كده بيبقى في دراسه زي ما دكتور قال الدراسه الفنيه. انا عندي كام مدرب، الانجينيرنج بتاعي عامل ازاي، هندسيه المكان المفروض تكون عامله ازاي، وهكذا. وبعد كده ندخل لنقطه التانية اللي هي الدراسه الماليه، وهي الفكره ان دايما بقولها لازم تفرق بين الفاينانس والاكاونتنج. الحسابات هي لغه البيزنس، ولكن الفاينانس هي كفاءة الفلوس اللي انت هتصرفها هتبقى عاملة ازاي وشكلها يبقى عامل ازاي، وكفاءة الجنيه اللي انت بتصرفه ده هل هو efficient ولا لا. طب انا محتاج سيولة قد ايه كل مثلا 3 شهور، او محتاج سيولة قد ايه كل شهر. بعد كده بتعمل economical study. في ناس بقى بتعمل السستينابيليتي ستادي او السستينابيليتي ستادي، اللي هي دراسة الاستدامة من ناحية الجو والهواء بتاعك هيبقى عامل ازاي، الارضيه اللي انت تبني عليها المكان المفروض تكون عامله ازاي. حاجات كتيره قوي الناس بتهملها وفاكره ان الموضوع اللي هو ايه، تعالى نمسك ورقه وقلم ونحط نشوف هندفع كام. هجيب كام تريدميل 10 في مليون، في 10 مليون هجيب كام مش عارف ايه. عارف ليه يا مروان الحته في ناس بتقع في المشاريع برضه بعيد عن اللي احنا قلناه من شويه ده؟ ان مفيش حد عارف الفيزز بتاعه المشروع ماشيه ازاي. صح. اي حد فاهم ان المشروع ماشي على 4 مراحل، ده واحد يعني بيحط ايده على الكلام اللي المفروض همشي عليه في كل مرحله من المشروع. والاربع مراحل اللي هي مرحله الانترو بتاعت المشروع دي، اللي هي بتبقى البروتوتايب بتاع المشروع. من بعدها بيبقى مرحله الجروس، وبعد كده الماتيوريتي لحد ما يوصل مرحله الديكلاين. فدي نظره عامه عن البروجكت لايف سايكل. دي من ضمن الحاجات برضو اللي اي حد فاتح بيزنس او بيعمل سيرفيس مش فاهمها. لازم ابقى فاهم ان كل سيرفيس بقدمها هي ليها لايف سايكل. زي المشروع ككل لما هو ليه لايف سايكل، برضو كل خدمه بقدمها جوه المكان ليها لايف سايكل. خلينا ناخد مثال صغير. لو انا جوه الجيم بقدم سيرفيس كتير قوي وعايز اعمل سيرفيس جديده، نقول مثال على السيرفيس بتاعه تدريب الحوامل مثلا. في مصر الثقافه بتقول ان انا اما يعني اودي مراتي لو حامل دي لا خير، صح؟ المصريين كلهم بيخافوا من الحته دي. بس دلوقتي الكونسبت بدا يختلف شويه عند بعض الفئات او السيجمنتس اللي احنا فاهمين ان هم الثلاثه اللي بنتكلم عليه. طب خلينا ناخد السيرفيس بتاعه تدريب الحوامل دي في جيم من الجيمات. هدخل السيرفيس الجديده دي اعمل لها سيرفيس لايف سايكل. فاقول ان مرحله الانترو بتاعتها ان انا ابدا اعمل اويرنس للناس، وابدا في فيكس كوست، في مصاريف ثابته هصرفها عليها، اللي هي متمثله في الكورسز او الورك شوبس اللي هديها للمدربين، متمثله في ان انا هجيب دكتور بتاع النساء والتوليد عشان يتكلم على اهميه التدريب للمراه الحامل في فتره معينه من فترات الحمل، وقبل وبعد هيفيدها في ايه كسيده حامل يعني. وابدا اجهز ان الكلام ده كله عشان ابدا ان انا اقول للناس ان السيرفيس دي هتنفعكم كستات حوامل في فتره معينه. دي مرحله الانترو. في مرحله الانترو دي في جزء منها ان انا هعمل البروتوتايب بتاع تجريب الخدمه نفسها. هلاقي في ناس متقبله الخدمه وناس مش متقبله الخدمه. اوكي، الناس المتقبله الخدمه ابدا افوكس عليهم.
فاسا بعد كده انا مش متقبلينها ليه؟ لما انا عارف بقى انا لازم ايفالويت، يبقى بوتنشال كاستمر بس انت مش عارف ان هو بوتنشال. لان في المرحله دي انا بعمل ايفالويت للخدمه اللي بقدمها. صح. وانا ليه بعمل اويرنس؟ انا بعمل اويرنس مش عشان اعرف الناس كلام حلو ولا وحش، عشان تبيع وخلاص. لا عشان انا احلل الكلام الوحش ليه وابدا اعدل فيه. عملت كل الكلام ده في المرحله الاولانيه، هبدا في مرحله الجروس. المشروع بدا او الخدمه بدات تنمو شويه. بتنمو ليه؟ ان بداوا خلاص الناس الفئه دي بدات ان هي تقول لا ده كويس جدا، ده الدكتور قال كذا، ده مفيد ليكي، تمرين في الشهر كذا كذا ده مفيد، ومن شهر كذا كذا ممنوع. ولازم يبقى المدربين اللي شغالين في القصه دي فاهمين امتى ممنوع وامتى ينفع. وبعد الحمل امتى من بعد الحمل ابدا ان انا اتمرن تاني عشان اعيد شكلي من تاني واحافظ على نفسي. دي المرحله اللي هي مرحله الجروس، بيبقى فيها اكتر المراحل داخل فيها للمكان من السيرفيس دي، لان مفيش غيرها ومفيش لسه حد كتير قلدها. فبالتالي بتبقى مرحله النمو فيها سريع، النمو الدخل نفسه فيها سريع جدا. طب هنيجي المرحله اللي هي مرحله الثبات. مرحله ثبات المشروع ده ان انا ابقى قاعد في البيت بتصل بالمانجر اقول له احنا النهارده دخلنا كام؟ دخلنا اكس يا فندم. طب تمام جدا، بقفل مع السك. المرحله دي انا كاونر ابتدي اخاف. ليه ابتدي اخاف؟ الانحدار بقى. لان انا متوقع ان في اكتر من 1000 واحد شاف الخدمه دي عندي ناجحه فبيعملها، واكيد هيطوروا من الخدمه دي. فانا لو ما طورتش ولحقت نفسي انا اطور من الخدمه اللي انا اصلا عملتها في الجيم عندي، هوصل لمرحله الديكلاين، ودي تعتبر من المراحل المشروع او الخدمه فيها بتموت. صح. ولو حصل الموضوع ده عندي حل من الاثنين: يا اما انسحب من المشروع خالص وخلاص اخليها للسوق بقى اللي اشتغل فيها. اريد ووجن خلاص. بالظبط، في صيادين كتير وسمك كتير فالبحر لسه كانت على طرف لساني ورا. فابتدي اشوف بقى البلو اوشن، النظريه اللي انت عارفها، ريد اوشن بلو اوشن. ان انا لو انا خلاص في الريد اوشن ولا هعرف ابيع وما عنديش حاجه تانية اشتغل عليها، فلازم اروح عند البلو اوشن. بلو اوشن دي اللي هو السوق الفاضي اللي ما شافش الخدمه دي قبل كده وابدا اعيد فيها الخدمه من تاني. طبعا ده بيبقى فيها ريسك اكتر شويه، لان ممكن يكون الناس مش متقبله برضه الدنيا، فابتدي من جديد. مفيش سمك يعني بمعنى او معنى صح، ببتدي من جديد بقى لمرحله الانترو وبعدين لحد ما اوصل للجروس وهكذا. بس اهم حاجه في البروجكت لايف سايكل او السيرفيس لايف سايكل ان انا ما اوصلش لمرحله الديكلاين. دايما ابقى واقف عند الاخر الثبات، ما ينفعش ان انا انزل بيه. الحته اللي انا حابب ان انا انوه عنها او برضو عايز اتاكد منها من ناحيه حضرتك، وهي هل بيزنس الجيمات عامل زي كره التلج اللي هو لما بحط فند او بحط فلوس للجيم من ناحيه الفيكسد اسيت والاصول بتاعتي وخلاص الجيم يجيب مصاريفه، وبمعنى كده ان انا ما احطش مصاريف للديفلوبمنت وان الجيم ده خلاص هيبقى عامل زي رينيو بعد سنه، في رينيو في رينيو في رينيو، صحابي يجيبوا صحاب صحابي يجيبوا صحاب، وهي دي الفكره اللي قايمه عليها الجيم يعني بشكل عام. فهل معنى كده ان انا ما احطش فلوس في الجيم بتاعي بعد 3 شهور او 6 شهور او سنه؟ ده بالعكس، انت اصلا كل سنه لازم تجدد تحط فلوس، لان انت عارف ان الفلوس زي ما بنقول كده لما البيزنس يشتغل الفلوس بتجيب فلوس. صح. فانت اوريدي انت حسبت طبعا المصاريف بتاعتك، لو حاسبها مظبوط وعملت البريك ايفن بتاعك فهتعمل التارجت بتاعك. بتزود انت على الفلوس دي او بتاخد جزء من الفلوس اللي هي الريفينيو بتاعتك بتجنبها الجزء اللي في الشركه، او بتجنبها على جنب كده هي مسوده بتاعت الشركه، تقول له انا الحته دي هطور بيها. فدي بتحسبها برضه من ضمن التكاليف. ايوه، لان بيزنس الجيمات مرهق جدا. بيزنس الجيمات مش بيزنس اللي هو حاجه كده بتعملها لوكجري عشان انت حد لوكجري، لا. بيزنس الجيم الشقيانه كسبانه زي ما بيقولوا، يعني هو عامل زي مصنع بالظبط. في مكان بيجيب لك فلوس بعدها 3 4 سنين بيرد راس ماله. لا وعلى فكره مرهق عشان حاجه تانية كمان، انت بتتعامل مع بشر، يعني انت بتتعامل مع مش مع آلة، انت بتتعامل مع بشر اللي هما الاثنين. يعني لما نيجي نرجع كده عميل ومدرب. الله ينور عليك. لما تيجي تشوف بقى تخيل المدرب، عشان احنا الاثنين وقفنا على فلور بالظبط. المدرب ممكن يحتك ب70 بني ادم يوميا، بيسلم عليهم ويضحك في وشهم، يخرج طاقه مش طبيعيه، وعميل مسيكب ممكن يبقى وارد جدا انه يبقى مسيكب. فازاي الاونر يمانج الموضوع؟ بص هقول لك على حاجه، لو تفتكر الموضوع الرساله اللي كنت عاملها بتاع الدكتوراه، هي القصه كلها في ان في حاجه اسمها النموذج الاوروبي لاداره التميز. هي الموضوع بيبقى 50-50. بمعنى ايه؟ في حاجات داخله وفي حاجات خارجه. اللي داخل ده هو بالتساوي مع الحاجات الخارجه كرقم او درجات. الحاجات اللي داخله دي من ضمنها ايه؟ اهتمام بالعميل، اهتمام بالموظفين، الاهتمام بالاستراتيجيات بتاعتك، البروسيس
وحطي تحت كلمه البروسيس دي مليون خط. مهمه جدا 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 في الشغل الخدمي. فبالتالي يطلع لي ناتج. ايه الناتج ده؟ ساتسفاكشن او رضا العميل، بيبقى راضي جدا عن الخدمه، الموظف راضي جدا ومبسوط انه شغال في المكان ده، زائد النتيجه اللي هي الاخيره اللي هو النتائج الرئيسيه بتاعتك، اللي انت حققت التارجت بتاعك كبرفورمانس وكفلوس. صح كده؟ صح. فهو ده الفكره بيرفورمانس كفلوس. طبعا بيرفورمانس كفلوس. طبعا. والبرفورمانس هقول لك ليه، عشان العمليات كانت سليمه. معلش، لان دلوقتي الناس تتعامل مع الجيم بيع. ده هبيع لك الممبر شيب وهبيع لك البي تي. انا عندي تارجت هقول لك دلوقتي. باشا، انا عندي تارجت. ما ده تقوليش انا هفاجئك دلوقتي، لان ده انا عملته على ارض الواقع. بس خلينا نقول دي وبعدين هرجع لك للنقطه، عشان دي نقطه مهمه جدا. البروسيس عم نرجع ليها، البروسيس يعني في الجزء الخدمي مهمه ليه؟ لان انا كل ما كانت البروسيس اسرع، كل ما العميل انبسط من الخدمه اللي بتقدم افضل. تايم. بالظبط كده. خليك تتخيل نموذجين. انت رايح فندق ومفروض ان انت تعمل التشيك ان الساعه 2، وانت وصلت الفندق الساعه 12، فاضل لك ساعتين عشان تخش الاوضه بتاعتك. في فرق بين خدمتين دلوقتي. الريسبشن بتاعك ممكن يقول لك لا استناني في اللوبي لحد ما ميعادك يجي، وواحد تاني حاطط لك اوضه سبير او احتياطي لحد ما انت تقعد فيها لحد ما اوضتك تخلص. ويلكم درينك وبتاع، ومعلش بنعتذر لك واحنا اسفين، وفي هنا وفي هنا وفي. انت فاهم انت عملت ايه دلوقتي؟ طبعا. الاولاني ده اللي هو بيقول لك معلش استناني في اللوبي لحد لما الحاجه بتاعتك تفضى. ده واحد لما يطلع، ما انا بقول لك ده لما يطلع هيتكلم وحش عن المكان، صح. لان البروسيس بتاعتك كانت وحشه. العكس في التاني ده، انا لو حصل معايا في ده في فندق من الفنادق هطلع اقول ده الفندق ده كان جميل جدا، الناس فيه ممتازه جدا، الناس بتعاملني بكل شياكه. فبالتالي عملت اويرنس للعميل اللي جالي ده، لما يطلع انا عارف ان وورد اوف ماوث هيتكلم مع الناس كويس جدا عنه. صح. نفس الكلام في الجيم بالظبط، هي نفس الخدمات اللي بتقدمها. انت كمدرب دلوقتي المفروض، يعني انا كسوري كلاينت دخلت الجيم دلوقتي بروح للسيلز. السيلز المفروض بيكلم الترينر او الفيتنس مانجر ان في عميل الفلاني في خلال 24 ساعه لازم تكون مكلمه. فخلال 24 ساعه انا كمدرب لازم اكون مكلمه عشان ابدا اعمل البروسيس الثانيه بتاعتي معاه، اللي هي الاورينتيشن سيشن اللي بعملها معاه. فكل الكلام لازم يبقى بسرعه. ما ينفعش ان انا اقول للعميل انا بعد 24 ساعه او في خلال 24 ساعه حد يكلمك، الاقي ان المدرب بيكلمني بعد 24 يوم. هتبقى مشكله، لان انتوا كجيم في البدايه انتوا مش صادقين، بل بالعكس انا كجيم فقدت عميل. طيب. لان انا كان عندي الشغف دلوقتي ان انا اجي الجيم، وانت اوريدي يعني هبطت الشغف اللي عندي ده، فبالتالي مش جاي لانكم مش صادقين. مشكلتين من ارض الواقع. المشكله الاولانيه في اللي بيبيع السيلز، ان ساعات بيأد فاليو زياده عن اللزوم. والمشكله الثانيه بقى، ودي يعني اخواتي وحبايبي المدربين يعني ما يزعلوش مني فيها، الكبرياء. كبرياء المدرب، اللي هو انا كابتن. لا موجود. موجود ازاي نتعامل؟ لا موجود في المدرب. انا كابتن فمش هكلمك، تعال انت اسف. لا مش كده خالص. انت جزء من شغل المدرب هو سيلز. مش معنى سيلز ان انا بضغط على العميل عشان يدفع، بس عشان نكون متفقين. ساتسفايد او واجبك حتى كانسان ان انت تساعد الانسان التاني اللي داخل. الله ينور عليك. هي القصه كلها اللي انا كنت بحكي لك عليه شويه، اللي انا بقول لك الموقف اللي انا جربته بنفسي مع حد وشفت هو يعني ريليتد باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. اوريدي انا كنت بعمل كونسلتنج لمكان من الاماكن، فعشان اعمله الاول انا بكلم بعض مع الاونر افهم المشكله ايه والدنيا تمام. طب خلاص سيبنا اشتغل من قبل ما اجي لك. يعني ايه يا دكتور هتشتغل قبل ما تجي لي؟ مالكش دعوه، انا عميل مالكش دعوه خالص بالقصه دي. ابتدي اتصل بالسيلز بدايه من التليفون، والله انا عايز اجي الجيم اتمرن. بشوف من البدايه رد السيلز عليا ايه. هل السيلز بيتكلم معايا بشكل بروفيشنال بيعرفني بنفسه؟ طب حضرتك محتاج ايه؟ طب تيجي لنا امتى؟ في يعني بروسيجرز معينه كده بنشتغل عليها عشان نشوف السيلز ده فاهم ولا لا. التوناليتي بتاعته عامله ازاي؟ بالزبط. هل فيها حماس؟ ازيك؟ ايه الاخبار معاك؟ كذا كذا ولا ايوه يا فندم، تمام يا فندم، بالظبط. نورتني يا فندم، تنورني يا فندم، عندنا سنه واوفر. لا هو غير كده كمان، انت زي ما انت بتقول التوناليتي. انا لو واحد أيوة. انا نفسي اروح انا الجيم ده، بحس انا بكون صوره اصلا. انا كمروان بكون صوره من اللي بكلمه في التليفون. طبعا ولو انا اتكلمت في الاول اللي هو الو ايوه يا عابدين احنا، هيبقى عارف ان في مصيبه. لكن ايه يا قائد انت فين؟ يلا يا محمد احنا مسافرين، فاهم؟ هو خلاص. فهي التوناليتي دي بتفرق كتير. انا ممكن من البدايه اقفل ما اروحش جيم اصلا، مش فوش، لان يكلمني بطريقه ما عجبتنيش. 90% من اللي بينزلوا الجيم هو مش فورمه ولا هو عايز السيرفيس، هو نازل يغير في حياته. يعني هو متضايق طبعا. مكتئب. هو مكتئب عايز يغير من شكله. هو انا اوفر ويت فعايز اخس،
انا ما عنديش ماسلز وعايز ابقى ماسكر، انت فاهم قصدي. المهم فالقصه دي، فانا رحت الجيم فعلا وسالت، كان مديني ميعاد طبعا السيلز وميعاد الفلاني الساعه كذا، فانا رحت فبسال فلان موجود، بيدوروا عليه. فطبعا دي مشكله. بياكل وريحته كباب. هو المشكله ان هو ايه، 30% ده اللي حصل. يعني انا رايح المكان فيه سيستم المفروض، أيوة. والمفروض ان في ابوينتمنت معين، في ميعاد انا رايح عليه، فاوريدي عارفين ان في حد جاي الساعه كذا هيقابل السيلز، ولازم يكون السيلز مجدول الدنيا عنده، فاهم ان عندي ميعاد الساعه كذا عشان ده واحد جاي ياخد السيرفيس بتاعتنا. طبعا نص ساعه قاعد في الريسبشن مستني السيلز لما يخلص البريك بتاعه اللي اصلا في ميعاد اصلا. فخدني السيلز بدا يفرجنا على الجيم. حرفيا يا مروان زي ما بحكي لك كده، هو ماشي وانا ماشي وراه، بقول له احنا هنمشي ازاي؟ قال لي اتفضل يمين. لا يمين، اتفضل يمين. طب انا مش فاهم انت بتتكلم في ايه. نزلنا طبعا، الكلمه اللي طبعا حرقت كل حاجه وكانت صدمه بالنسبه لي، حضرتك عايز سنه ولا شهر ولا 3 شهور ولا 6 شهور؟ مش عارف. يعني ايه مش عارف؟ عشان مش عارف وانتوا بتقدموا ايه؟ ده انت حتى ما سالتنيش انا عايز ايه. صح، النيد. على عكس او نموذج تاني بقى احنا بنتكلم فيه، واحد تاني بيكلمك في التليفون، مساء الخير يا فندم، طارق معاك، حضرتك كنت بتسأل على الجيم، اقدر اعرف حضرتك مهتم بايه في الجيم؟ بعرف اهتماماتك ايه. انا مفترض ان انا واحد عايز اجي اضيع وقت، انا والله جاي عشان عندي وقت فراغ وعايز اجي اقعد في الجيم شويه، صح. فبفهم اتجاهاتك ايه. طيب انا واحد عايز اجي عشان اتمرن عشان لايف ستايل، يبقى عرفت اتجاهاتك ايه، ابدا اخد ميعاد معاه. الراجل ده جاي لي في الميعاد، والله انا جاي بسال مروان مستنيني في الجيم، انت عم بسال على واحد اسمه مروان، فمروان استقبلني، حضرتك مستر طارق. انا بالنسبه لي كده خلاص اشتريت. انا اشتهيت خلاص، انا جاي المروان اللي مديني ميعاد وعارف ان جاي في الميعاد ده هو طارق. هتعمل ايه لو مروان عمل اد فاليو زياده عن اللزوم؟ يعني قال لك احنا بعد 6 شهور هنعمل بول. لسه هنتكلم فيه، دي لسه هنتكلم فيها قدام. القصه اللي بحكي لك عليها لسه قدام. القصه دي بقى بالنسبه لي من اول خالص انا عملت بوزيشننج ان الجيم ده محترم. صح. من مين؟ اللي طبعا اول من السيلز. هل ده من الاداره؟ هل ده من الحد بتاع ممكن الريسبشن؟ السيلز، ممكن من الديسك، وممكن من الهاوس. من اول واحد بيقابلني في الجيم وانا داخل. احنا في حاجه في السيرفيس هي السيفن بيسز، من ضمنها الفيزيكال ايفيدنس. ايوه صح. انت داخل المكان، الهيبه بتاعت المكان من بره لازم تلاقيها جوه. معلش انا عايز اقول لك على حاجه، 90% من اي جيم هتدخله حتى لو جيم بلدي هتحس بالهيبه بتاعته. طبعا هو عمل بوزيشن حته معينه. الجيم لوحدك انت كانسان غصب عنك كده سايكولوجيكلي بتحس ان انت بدا يبقى فيه ادرينالين وان انت عايز تنزل تتمرن. بالظبط. فنرجع لمروان اللي احنا نستقبلني هناك في الجيم. لما مروان ياخدني كده في الجيم يقول لي حضرتك هنا كارديو ماشينز، احنا بنتمرن هنا كذا كذا كذا، فاهم في الاندستري، فاهم في السيرفيس. لو انت اوريدي لسه اول مره، ففي مدرب بيبدا يعمل لك حاجه زي فيتنس تيست وحاجه اسمها اورينتيشن سيشن، فيبدا يتكلم معايا على القصص دي لانه فاهم القصه دي. فابدا ان انا خلاص الراجل ده فهمني. طب في خلال التور اللي بيوريها لي في الجيم ده، انا كسيلز بعمل ايه؟ بفهم منه او باخد منه انفورميشن عشان اقدر اشتغل عليها، اوظف له اللي عندنا بناء على النيدز بتاعته. انا كده كدار رايح الجيم عشان اتمرن، الراجل فهمت ان اللي قدامي ده فاهمني، فانا عرفت ووثقت فيه انه هيعمل لي اللي انا عايزه. فبالتالي ده نموذج الاولاني اللي هو واحد عايز يبيع وبس. في واحد تاني بيبيع الفاليو بتاعت الجيم للعميل على حسب النيدز بتاعته. وطبعا النموذج التاني هو اللي احنا عايزينه. زي النموذج التاني ده عايزينه في الترينرز، عايزينه عند الناس بتوع الريسبشن، عايزينه في الناس بتوع الاوبريشن، عايزينه في الناس بتاع الهاوس كيبنج. انت متخيل ان ممكن واحد يمشي من المكان عشان هاوس كيبنج ما عجبوش طريقه الكلام، او ممكن يكون سوري يعني ريحته مش كويسه، الهايجين بتاعه وحش، اللبس بتاعه مش قد كده، هو غصب عنه، هو الراجل الجيم مسلمه اللبس ده بس ما فيش عليه متابعه. تمام. فهو ممكن يكون ثقافته كهاوس كيبنج مش فاهم قوي القصه، فلازم يبقى عليه متابعه. متخيل ممكن حد يقول لك انا مش هاجي الجيم مع انه تحفه عشان هاوس كيبنج. طب ليه؟ اخاف اشتكي. فهمت قصدي؟ اخاف اشتكي دي، فان هو خايف ان الشخص يتاذي بسببه انه كلمه هو كلمه عفويه بيقول انا بشتكي من كذا كذا، مش عشان الشخص، لا عشان الاداره بتاعت المكان مش مهتميه بالجزء ده. الاداره بتاعت المكان مهتميه ببيع البرايفت، ببيع السيشنز بتاعت النيوتريشن ممبرشيب اصلا وتقفيل دي خلاص. بس مش حاجه تانية. وعلى فكره ده مش غلط على السيلز ولا غلط على المدرب، ده غلط على خالص. المانجمنت. مانجمنت حته ان انت تحسس الناس ان كل اللي عليك بيع وبس، طبعا ده بيهد اي جيم، بيهد البيزنس كله. انت متخيل ان ممكن حد يحط
طبعا اكيد انت فاهم ان السوق ماشي اللي هو احنا السنه اللي فاتت كنا تارجت مليون جنيه، فالسنه الجايه بقى 2 مليون. بناء على ايه؟ انا مش فاهم يعني بناء على ايه؟ اقنعني ازاي؟ اقنعني. بالظبط. التارجت السنه دي مش السنه دي، الشهر ده كان المفروض تدخل مثلا كمدرب 10,000، الشهر الجاي عليك 40,000. ليه يعني؟ عملت، طب اعمل ايه؟ اعمل ساحر؟ طب بلاش. انا اوريدي لو انا كمدرب يعني وطلبت مني التارجت ده هجيب لك التارجت ده، انا اجيب ميعاد منين؟ يعني ما عنديش مواعيد. صح. لان المدرب كده كده لما اصل بيجي، الكواليتي. لما بنيجي نتكلم في برايفت انت بتتكلم 1 تو 1، لان انت اوريدي الراجل اللي دخلك الجيم ده هو عامل معاك ديل في البي تي او البرايفت ان انت 1 تو 1. الا لو انت عامل باكج تانية 2 تو 1، او انت عامل باكج تانية ان انت جروب تريننج او جروب بيرسونال تريننج، فاهم قصدي؟ دي تبقى باكج معروفه وكل حاجه ليها حسبتها وطريقه الحساب يا بتاعها، برايسنج ستراتيجي. برايسنج استراتيجي بتاعتها. فدي قصه تانية خالص. فانت لازم تكون انت كمانجر او اونر فاهم ان انت لما تقول طلب، يعني بيقول لك فاهم انت آه. بتطلب من الناس ايه؟ انا امرت بما يطاع فامر بما استطاع، فاهم قصدي؟ فانت لازم تبقى فاهم، حاطط نفسك مكان المدرب، حاطط نفسك مكان السيلز اللي بيشتغل، عشان لا تلوم الا نفسك. صح. لو الدين بيزنس بتاعك وقع. نرجع للسؤال بقى، نتعامل ازاي مع البياع اللي بيبيع زيادة عن اللزوم؟ تمام. هو في مبدئيا هو البياع اللي بيبيع زيادة عن اللزوم ده مش عيبه هو عيب اللي حط السيستم بتاع البيع. يعني هنرجع برضه للإدارة. السيلز فانل اللي انت حاطه بالظبط. والستريت لاين سيلينج. اصلا الشخص اللي بيعلم السيلز تحتيه اللي هو البياع نفسه، الطريقه اللي بيبيع بيها وازاي يفلتر الناس وازاي يتكلم، بيوصل في النهايه لما يقعد مع واحد ايه السكريبت اللي ممكن يعمله له. تمام. لازم يبقى السكريبت ما فيهوش اي اضافات مش موجوده في امكانيات المكان. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن اقول لواحد انت السنه الجايه هتشتري بنفس السعر اللي اشتريت بيه السنه دي. ساعات بيبقى فيه عملاء كده نصحين، اللي هو انا يقوم جاي لك يقول لك طب انا عايز بول. بقول لك ان بول مثلا كل يقول له ان شاء الله. كل الناس ناصحين. ايوه. ان كل الناس بيقول لك انا هدفع لك 10,000 جنيه في السنه مقابل ان انا اجي الجيم اتمرن على الاجهزه. لا خالص. ما انت بتبدا تقول له ايه اللي موجود في الجيم كفاليو. كوميونيتي بقى وبتاع وكده. ده حاجات كتيره جدا يعني، مش هقول لك بس الاجهزه يعني. ولكن انت بتتكلم في جزء تاني خالص، انت عايز تتجنب الاوفر سيل للشخص اللي بيتكلم ده. دايما الشخص اللي هو بيتكلم مع العميل اللي هو السيلز بيرسون بيتكلم مع العميل عشان يقنعه ببيع، لازم يبقى فاهم ان لو الراجل ده يجدد معاك وما لقاش اللي انت قلته له النهارده كمان سنه، هيتكلم عنك وحش وهيسيب المكان ويتكلم عن المكان وحش. فاوريدي انت مين اللي خسران في الموضوع؟ هو السيلز بيرسون. ففي الاول خالص الاداره لما تيجي تتكلم مع السيلز او تعمل له تريننج ازاي يبيع، لازم تقول له من ضمن الحاجات اللي تتكلم فيها مع العميل انك تتجنب الاوفر سيلينج نهائي. طيب نتعامل ازاي مع كبرياء المدرب؟ كبرياء المدرب من ناحيه ايه؟ دي اكتر حاجه يعني، خلينا برضو نكون صراحه، من اكتر الناس اللي ممكن يعني تكون بتكسب كويس من الجيم هو المدرب، من الكوميشن اللي بيشتغل بيه. فبالتالي يعني طول ما في فلوس كتير وفي موظفين كتير، اكيد هيبقى في مشاكل كتير وهيبقى في ضغينه كتير. وانا بشوف ان اداره النفوس هي اصعب حاجه في الاداره عامه، انك تدير نفس بشريه، دي اصعب حاجه في الدنيا. فالمدرب انا بعذره، يعني هو الراجل بيبقى دافع تقريبا 800 او 1000 دولار في الشهاده بتاعته، تعب في المذاكره بتاعته، تعب في امتحاناته، شاف كوميونيتي ده، قعد مع دكاتره كتير، فبيبدا ياخد البيرسونا بتاعت المدرب اللي هي تكوين المدرب يعني. المدرب ساعات بيرفض التعليمات من الفيتنس مانجر او من الجنرال مانجر او من الاونر، حتى ساعات بتوصل للاونر. وغالبا المدرب بيبقى مضغوط ماديا وبيبقى مضغوط نفسيا نتيجه للوقفه ووجع ظهره والحاجات دي كلها، فساعات بيصدر منه يعني عارف انت ايه، عصبيه، تجاهل، مماطله. ازاي نتعامل مع الحاجات دي؟ وانا بحس ان المدرب وانس ان هو اشتغل في الجيم بيبقى عايز يبقى فيتنس مانجر. فطبعا ازاي الفيتنس مانجر او الجنرال مانجر يتعاملوا مع السلوك ده، او يتعاملوا ازاي مع المدرب يعني باحسن طريقه؟ انا بشوف ان لو الكواليتي زادت بتاعه المدرب، تلقائيا الساتسفيكيشن هتزيد، فتلقائيا الفلوس هتزيد. ولكن الكواليتي اللي انت عايز تخلقها دي زي ما بنقول كده ان هو ايه، المدرب الموجود عشان تخلق له كواليتي فانت محتاج توفر له كل سبل الراحه اللي هو يكون محتاجها، وانت تكون ملم بكل المشاكل اللي عنده.
ازاي نتعامل مع ده؟ طيب هو زي ما بنعمل كده للعميل برامج ولاء وكده عشان يحافظ على المكان وشكل المكان ونعمل له بوزيشننج، نفس الكلام هنعمل ده مع المدرب او مع الموظفين. اما ينفعش يبقى عندي موظف في المكان سواء كان مدرب او سيلز او اي حاجه جوه الجيم يعني وما عندوش ولاء للمكان. دي اول نقطه. ولاء المكان ده بيبقى عن طريق بقى ان انا بديله بنفيتس معينه، براعي ان هو الراجل ده مضغوط جدا في الشغل، فلما يجي يطلب مني حاجه فلازم ان انا اسمح له بيها. ما ينفعش اقول له لا انت عندك تارجت لازم تعمله. طب انا اعمل لك على فكره اوفر التارجت او دبل التارجت الشهر اللي فات، لا مش مشكله، ان كل شهر بشهره. الكلام ده طبعا ما ينفعش. وفي الغالب اللي بيوصل المدرب للمرحله دي هي الاداره مش المدرب. المدرب صح. كده كده مضغوط، واي حد في شغله لازم هيبقى مضغوط، بس الاداره هي اللي بتخليه اذا كان مبسوط بالضغط ده ولا زهق خلاص. انا بشوف ان المدرب طالما اشتغل شغلانه المدرب هو بيبقى حاببها جدا جدا، بتبقى بالنسبه له متعه ان هو يمرن الناس وان هو مبسوط ان هو بيساعد الناس. بص المدرب بيوصل لمرحله للاسف اللي هقوله ده يعني، واكيد في مدربين يسمعونا وعارفين اللي بيتقال كتير بيوصل لمرحله الضغط النفسي ان هو كره المكان وكره المجال وعايز يغيره. على الرغم من ان هو ممكن يجيب منه فلوس كتير جدا. صح. بس زهق بسبب الضغط. زهق ان كل شهر في الاداره متغيره. الاداره مش متغيره بمعنى التغير، لا الاداره متردده في قراراتها. مش كل شهر، ده كل ساعه، يعني خلينا نقول كل شهر عشان يعني ما نظلمهمش. كل اسبوع، كل شهر بتارجت مختلف، مفيش حاجه ثابته. لا ما ينفعش. انت كفتنس مانجر لازم تبقى عارف من الجنرال مانجر بتاع المكان تارجتك السنه دي كام قبل ما بدايه السنه. احنا دايما بنيجي نقول في البيزنس ده اخر كوارتر في السنه بتحط تارجت السنه الجديده. لو انت كفتنس مانجر معكش الفاينانشال بلان بتاعت السنه الجديده، يبقى انت اوريدي مش هتعرف تقول للناس التارجت بتاعنا كام وكل كوارتر عندنا كام، فبالتالي هنوزع التارجت على كل كوارتر قد كذا. ودي المفروض في الاكشن بلان بتاعتك وانت بتعملها. لكن كل مدير او كل اونر، ما يزعلوش مني من اللي هقوله، بيستنصح على الموظفين. بمعنى ايه؟ هو شايف ان التارجت السنه دي مليون، يقول لك لا خلينا شهر بشهر كده نشوف الدنيا تمشي ازاي. بمعنى ايه؟ انا المفروض التارجت المليون ده لو كل مدرب نصيبه منه 15,000 في الشهر، يلاقي مدرب جاب 20، يقول لك التارجت الشهر اللي بعده 30. طب ليه يا عم انت قايل لي 15 بقى وانا جبت لك 20 بقى 30؟ بقى 30. فالمدرب راح جايب له ال 30، قال لك لا الشهر الجاي ب 40. فتلاقي في النهايه المدرب يعمل اللي هو عايزه، وبدل ما كان تارجته يوصل للمليون اللي هو عايزه عمل 2 مليون كتوتال يعني. بس المدرب وصل لمرحله الضغط النفسي. ليه؟ لان هو مش ماشي على حاجه ميثود ثابته، مش ماشي على تارجت ثابت يعرف يشتغل ويعرف يرتب اموره ويعرف يرتب وقته، فبالتالي بقى متلخبط. على عكس اداره تانية تقول للمدرب انت تارجتك الشهر ده بلاش او الكوارتر ده عندك 50,000، فانت هيتقسم على 50,000 على 3 شهور، فانت خلاص انت عرفت ان كل شهر داخل لك كام. في ناس تانية بتقول لك ان او اداره تانية تقول لك السنه دي الفتنس ديبارتمنت التارجت بتاعه اكس، يبقى عندي كام مدرب؟ عندي 12 مدرب، وكل مدرب نصيبه لحد نهايه السنه قد كذا، ده لازم نجيبه. صح. فالتوزيعه دي ولازم يبقى انت مش بس تارجت. انا بشوف ان الجيم عامل بالظبط، عشان كنت بلعب كوره، عامل بالظبط زي اوضه اللبس. كل ما حافظت على اوضه اللبس وعلى هدوء اوضه اللبس وتتعامل مع الناس على اساس ان هم تيم، كل واحد في مركزه ويكمل التاني، وموتيفيشن اللي موجوده على طول بالجيف اويز اللي انت بتديها للناس على طول، بسماح اجازات، ده كله بيخلق لويالتي. الناس تبقى عايزه تعمل اي حاجه عشان المكان ده. مظبوط. لان المدرب مش مكن، مدرب بشر، وفي نفس الوقت الراجل بيبقى عنده قدر كبير من العلم. يعني بيبقى دارس اناتومي، كيسولوجي، بايوميكانكس، ويبقى دارس حاجات كتيره جدا. يعني لدرجه ان الراجل ده بيعرف يفرق بين السبيد والاكسلريشن، بين السرعه والتسارع. فالراجل والبايوميكانكس مش حاجه سهله. نيوتنز لو، ان هو ازاي عارف من نيوتنز لو ايه فايدتها في التمرين، وازاي يمرن الشخص اللي بيمرنه ومش بيمرن فرط تجارب. فالمدرب يبقى عنده قدر كبير من العلم، بيخلق جزء من الحساسيه. فلازم الجيم مانجر او الاونر او الاثنين يبقوا متفاهمين الحته دي كلها، يعني متفاهمينها كويس جدا. بس خلينا يكون مختلف في حته معينه. هو ممكن يكون الجنرال مانجر عنده رؤيه صح، بس الاونر مش شايف الرؤيه دي.
يعني انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى معهوش صلاحيات. خلينا نكون بس نتكلم دايركت. الجنرال مانجر هو موظف في المكان، اللي يقول لك يجي يقول له، اللي يقول لك هنعمله. بس هو مدير الفني، عارف اللي هو يعني انا اللي اضرب امكانيات لعيبتي. خلينا الثقافه دي مش موجوده عند 90% من احنا بنقول بقى ان ده اللي لازم يحصل. ما احنا بنتكلم بقى في المفروض صح. ايوه بس بنتكلم دلوقتي في ارض الواقع، عشان لما نيجي نعمل المفروض لازم الناس تسمع. يعني ما يعني يا ريت الاونرز يسمعوا، يعني يسمعوا بجد، لان في ناس مديرين كويسين جدا صح. شايفين الرؤيه اللي هي مثلا انت عايز المبلغ بتاع اللي انت انفست فيه في المشروع السنه الجايه، هو شايف ان ممكن يجيب لك اضعاف مضاعفه بس كمان 3 سنين. فاسمع منه وشوف البلان بتاعته ماشيه ازاي، هو فاهم اكتر ممكن في الاداره. قيمه يعني بعد 3 شهور قيم، شوف ان الراجل مش كويس قول له شكرا، خد مرتب شهر واتكل على الله. زي اي حاجه انت قيم الشخص اللي قدامك ده، والله لقيته فعلا بيعمل حاجه في خلال فتره الاختبار بتاعته 3 أو 6 شهور، يبقى الراجل ده يكمل معايا. لكن ما تفرضش عليه حاجه مش لوجيك، بالظبط. ما ينفعش. ما تربطش بقى، يعني بقول لك انا ما في تضخم، طب انا هعمل ايه؟ طب ما انت ما خليك لوجيك، لان في ناس دلوقتي ونكون قايلين الكلام ده ان احنا بنشتغل في مجال ترفيهي اكتر من هو مجال اولويات. يعني لو ما تنشن على الفلور مش هعرف ادي لك خدمه. لا غير كده كمان في دلوقتي ناس يعني ممكن ما تروحش الجيم، يقول لك ده بالنسبه لي مش اولويات. صح. فاوريدي لازم اخد بالي من النقطه دي، فلازم احط فرايتي تانية للكلاينت اللي جاي ده، عشان يحس ان الموضوع برضه مش غالي عليه قوي، وفي نفس الوقت ان هو قادر ياخد خدمه بشكل كويس. فلازم كاونر ابقى فاهم الكلام ده، لان ده كل ده بيأثر على الدخل بتاع المكان. ايوه، هو الفكره ان انت المدير لو فاقد الثقه في نفسه شكرا. دي مشكله. فهرجع لك في النقطه اللي بتكلم عليها، ان لازم يبقى الاونر يعني مسيستم الدنيا مع الجنرال مانجر عشان يبقى الفكر واحد ويقدروا يطلعوا بنتيجه. لكن لو الاثنين في اس ده مش مع ده، هتلاقي الدنيا بايظه خالص، وهتلاقي ده بيحاول يدور على شغل تاني عشان انا زهقت من الشغل هنا، لان الراجل صاحب المكان مش فاهم الدنيا. فاهم قصدي؟ فدي مشكله كبيره قوي. المدرب بقى اللي هو بيوصل للمرحله اللي بتتكلم عليها دي، لما يوصل لمرحله الزهق، عنده حل من الاثنين: يا يشوف مكان تاني يشتغل فيه، يا يفتح نفسه البيزنس بتاعه. لا مش لا خالص. شفت. هو ما نشجعش حد يفكر اصلا في حاجه. ايوه فعلا. لأن بس انت بتتكلم في السمعه. بيطلع بقى ايه الحاجات السيئه اللي فيه يعني. لا هو انا بشوف ان ده ديفنسيف ميكانيزم ممكن المدرب بيعمله. اوحش حاجه انه يوصل للمرحله دي، وده مش صح، وممكن يسوء سمعته في السوق صح. او في مجاله بسبب حاجه زي كده، وما فيش حد هيقبله تاني. لما بشوفها قدامي بديله كده ايه يعني مره واحده كده، اللي هو بص ربنا ادالك فرصه. وخد بالك كمان ان هو في يوم من الايام يبقى صاحب بيزنس. ايوه صح. وهيلاقي اللي يعمل معاه كده دواره. دي مشكله. يعني زي ما بنقول كده دوام الحل للمحال يعني. كما تدين تدين. انت اوريدي عملت كده عند صاحب شغل قبل كده وخدت اندر تيبل زي ما بيتقال، يعني هتلاقي عندك حد بيعمل نفس الكلام. فدي مشكله كبيره. برضه انا عايز اوضح حاجه، ان الموظف الكويس ما بيشتكيش، بيمشي ده بسكوت وهدوء جدا. ودي الطف حاجه. ليه يا ابني هتمشي والله يعني لا ما بيقولش والله، ما بيقولش اسباب. الموظف كويس ما بيقولش سبب، بيقول انا عايز اخد خطوه جديده في حياتي. يعني هتلاقي موظف كويس مش هيشتكي بقى يقول لك ده مش عارف مين عمل وده قال لي وده حصل وده ايه وده، لا هو السلام عليكم خلاص الموضوع الراجل بيمشي في سلام. وده انا بشوف ان الجيم ممكن يقف على حد واثنين وثلاثه عادي جدا. يعني الجيم مش باب يفوت جمل وتفضل اتكل على الله. ان الناس بتبقى اتعودت على شكل المدرب ووجوده، وبيأثر على اريحيتهم. فالمدرب لما بيمشي المفروض ان هو يبقى على الاقل هو الراجل مدي مثلا 30 35 يوم، انا همشي بعد 30 يوم. ما ينفعش يبقى اللي هو خلاص ما بقاش قادر ان هو يكمل في المكان. فانا بشوف ان انت لازم تحافظ على الموظف الكويس. المكان اللي بيبقى عنده تيرن اوفر ده ما بيبقاش ستيبل في الاداره بتاعته. يعني كل ما تلاقي مكان كل شهر بيمشي ناس ويجيب ناس، المكان ده ادارته مش كويسه. المكان اللي بيحافظ على الناس اكتر من سنه، يعني واحد قاعد رجالتي بس هو خلاص كده في ليالتي للموظف للمكان، فانا محافظ على المكان، محافظ على مكانتي، محافظ على البوزيشن بتاعي. صح. لكن السؤال اللي احنا برضه لسه ما جاوبناش عليه عشان ما نتوهش من الحته دي: الاداره تعمل ايه مع المدرب اللي شاف نفسه؟ مش ده كان السؤال؟ الاداره شافت انت يرفض التعليمات، ما بينفذش البروسس، ما بيعملش ادجستمنت، مش عايز يكلم الناس في التليفون. انا دي تاسك زياده ممكن ادخله بقى في المانجيريال ليفل. بمعنى ايه؟ والله انا شايف ان انت حد فعلا كواليفايد، وحد واخد 3-4 شهادات انترناشونال، وريني ممكن تعمل ايه مثلا. يعني education بلان للناس اللي موجوده. خلينا يعني عارف ان ده بتاخده من حاجه توديه لحاجه تانية، بحيث انه يحس بالفاليو بتاعته. انت كده عملت له دلوقتي بس اندايركت.
يعني في الاخر انت كمدير مش جاي تتحدى حد، انت جاي تقوم، يعني جاي بالظبط. تحسن من لا واحد قدامك، مش اكتر ولا اقل. ده حاجه تانية، انت بتقوم وبتعمل ستاف جديد. صح. مفيش حاجه اسمها انا مدير انا الاول والاخير. المدير ده مدير فاشل. مفيش مدير يقول انا ما ينفعش امرن، لا ده انت من وظيفتك ان تمرن تحتيك سينيور واثنين وثلاثه، تمرن تحتيك سوبرفايزر واحد واثنين وثلاثه. ما ينفعش تقول انا مدير ومش مشكله الباقي. لو ما علمتش اللي تحتيك شكل الاداره اللي انت اوريدي اصلا متعلمها في المكان عشان تنتج، يبقى انت مدير فاشل. وبرضه يا دكتور انا عايز اوضح ان الجيم فيه صعب شديد جدا، في مزيكا على طول شغاله، في اجواء كتيره جدا في الجيم بتخليك انت كانسان ممكن تفقد جزء من تركيز. وعقيدتك ودينك لا في سكه تانية. ولا وكمان اللي هي الحاجات اللي انت المفروض ان انت تبقى انت مخلوق علشانها. صحيح. حته اللي هي ان علم ينتفع به، يعني انت دي الحاجه اللي هتبقى لك بعد ما تموت، من الحاجات اللي هتبقى لك بعد ما تموت. وفي حاجة تانية، انت اصلا انت كمدرب انت عندك رسالة، ده حرفيا يعني ان انت بتحافظ على صحة بني ادم، تمام، مبدئيا عن بعيد عن اي حاجة. فدي بالنسبة لك الرسالة دي هي امانة عندك للناس اللي موجودة قدامك. فلو انت اوريدي ما بتعرفش تمرن حد بالشكل اللي هو يحافظ على صحته، ما تعرفش منه. صح. عشان دي مصيبة كبيرة جدا. اول حاجة بتبقى انت كده خنت الامانة كمدرب. تاني حاجة انت بتضيع مستقبلك كمدرب برضه. صح. تمام. مش حابب ده، ممكن تشتغل حاجه تانية جوه الجيم. قول للمانجر انا عايز اشتغل في الاوبريشن، قول للمانجر عايز اشتغل في السيلز، اشتغل في الفرونت ديسك. لكن لو مش هتقدر تعمل ده مع العميل كمدرب، يعني انت تمرنه وتحافظ على صحته، كمان كتير اكتر. المدير من ناحيه ان انا المديرين في الجيم يعني ما شاء الله بيكون دخلهم كويس، بيبقى ليه كوميشن كويس، ساعات بيفقد الحاجه اللي هو اصلا موجود عشان التطوير والتقويم، وانه يحافظ على رجالته. معظم المديرين اللي بشوفهم في الجيم بسبب الايكو اللي موجود عند المدربين التانيين، فبيخلق لنفسه صوره كديفنسيف ميكانيزم غصب عنه، بيخلق لنفسه صوره بتفقد اصلا الاساس اللي انت المفروض جاي عشانه كبني ادم في الحياه. فحته ان انت بشوف مديرين كتير جدا ما بتحبش تتعلم عشان تعلم وخلاص. لو انا درست من زمان، لا انت يعني كمان مجالاتنا علوم طبيعه هتتغير كل اسبوعين 3، ممكن تلاقي معلومه اللي انت عارفها غلط. حته ان انت تقوم نفسك وتتعلم علشان تعلم الناس اللي حواليك، دي الرساله الاساسيه اللي هتبقى لك في المكان اللي هتشتغل فيه. انا اقول لك ان معظم الناس كده، بس الفكره كلها في الفتنس مانجر او المانجر اللي موجود. اكيد في مدير تاني هو الدايركتور مثلا. هو من الاساس اصلا لازم يكون في بلان زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، ان الناس تكون قايله للمانجرز الموجودين ايه الجزء الديفلوبمنت عندك. يعني انت بتطور من نفسك، بتطور من التيم بتاعك. دايما لما كنا بنعمل في الجيم كده حاجه اسمها الاديوكيشن بلان، بنعملها على مدار السنه دي ممكن تكون كل شهر في ورك شوب مثلا. ايوه في فرق، وفي فرق كمان لازم تعرف تفرق بين التريننج اند ديفلوبمنت. بالظبط. يعني لازم تعرف تفرق بين ان انت تمرن الناس وان انت بتطور الناس. ولو حتى انت مدرب ومعاك 3 شهادات انترناشونال، برضه لما اجي اعمل لك ريفرشمنت للمعلومات اللي عندك، فده حاجه كويسه. ايوه مش حاجه وحشه. قاعدين من جلسه علم. ايه المشكله لما اعمل معاك سيشن في الاناتومي؟ ما هنفكر بعض تاني، ممكن تكون انت في حاجه ناسيها. بعمل لك حاجه في السيلز، يعني ورك شوب في السيلز. ايه المشكله مع عشان اطور من حته معينه عندك؟ يعني في مدربين كتير جدا يجي يتكلم معاك يقول لك انا شاطر جدا بس بتكسف ابيع. بتكسف تبيع ليه؟ لان انت ما عندكش حته معينه انك بتوضح الفاليو للشخص اللي قدامك، ولو ما وضحتهاش فانت اوريدي مش هتعرف تبيع، يعني ما عرفتش توصل للنقطه دي. ففي مدربين كتير جدا بيبقوا شاطرين علميا بس في السيلز ما يعرفوش. فكل الورك شوب او الاديوكيشن بلان اللي نعملها جوه الجيمات دي هي اللي بتطور من التيم وبتحافظ عليه. نفس الكلام المدير لازم يكون بيطور من نفسه في الحته بتاعه المانجمنت دي، يعني يعرف ازاي يعمل فيزيبيليتي ستادي، ازاي يطور من الخدمه اللي موجوده عنده، ازاي يعرف يكتب اكشن بلان بطريقه مظبوطه، ازاي يعرف يقسمها، ازاي يعرف يعمل ريبورتنج. والله في ناس اعرفهم يعني ما لسه ما وصلت لهمش حته ان هو يريبورت بطريقه بروفيشنال وما تبقاش ده قال لي وده عمل. يعني الناس معظم الاماكن بتبقى بتقول له اديني ريبورت اخر السنه، مش كل شهر. كل شهر دي مهمه جدا عشان اعرف انا الويكنس بوينت عندي. سواء الجيم لو انت سبت نفسك تروح مع القيل والقال
مع السلامه عشان- بابا عشان زي ما بيقول. مفيش سيستم. لكن الجيم اهم لغه فيه لغه الارقام. طبعا انا دخل لي كام واحد، conversion rate بتاعه عامل ازاي، بتجيب ايه المدرب ده، الاكسل تارجت بتاعه كام، دخل له طيب كام مدرب، بيجي له روتيشن ولا لا. عشان ما تجيش تقول مثلا ده ما بيجيبش تارجت، طيب هل الراجل ده اصلا بيجي له فيتنس بروفايل ولا لا؟ ما ممكن المشكله تكون من السيلز، وممكن المشكله تيجي من الحته اللي احنا هنتكلم فيها مهمه قوي، الماركتينج. فعلا. الماركتينج يعني انا الحته دي عشان انا شفت ناس بتقبض بالدولار، وشفت اللي بياخد 100,000 في الشركه، وشفت اللي بياخد 5,000، وشفت اللي بياخد 3,000، شفت اللي بياخد 500 جنيه في البوست، وشفت الحاجات دي كلها. ليه بيزنس الجيمات دلوقتي بقى قايم على الديجيتال ماركتنج بس، في حين ان اصلا البيزنس بتاع الجيم مهم جدا ان انت تعمل قبل اي حاجه، وكل فتره تعمل ماركت ستادي او ماركت ريسيرش. فهل ممكن قدام البيزنس اونر او الجنرال مانجر يبقى فاهم حته الماركتينج فعلا، لان ما يبقاش يعرف يفرق بين الماركتينج وبين الديجيتال ماركتينج او الاستخدام بتاع الديجيتال ماركتينج؟ بص، هو من ضمن الشغل بتاع الماركتينج الجزء بتاع البوزيشننج، حتى للناس الموجوده عندي. والناس بدات تغفل حته الاوف لاين ماركتينج، عشان بقى السيد دلوقتي الديجيتال ماركتينج. تعالى هات مدرب شكله حلو ونعمل ريليز كتير. وعنده ريفيوز كتير وعنده فولورز كتير قوي وبيعرف يعمل شو وبتاع، بس تيجي تسال المدرب ما يعرفش. فده عيب الديجيتال ماركتينج. هي ليها مميزاتها الانتشار وسرعه الانتشار وكل حاجه، بس عيوبها ان لما الناس بتكتشف الحقيقه، لما نروح على ارض الواقع يعني، بتصدم ويقول لك هم اللي انا سمعته على الانستجرام ده كان ايه، اللي انا شفته ده كان ايه، يروح يلاقي مكان شكله حاجه تانية خالص. فده من ضمن عيوب الديجيتال ماركتنج يعني. انا من انصار الاوفلاين. بمعنى ايه؟ الايفنت بلاننج بالظبط. لو انا بعمل بالذات الحاجات الجديده اللي هي البروجكت، في بروجكت جديد نازل او براند جديد نازل، لا انزل انا الاماكن واعرف نفسي بالناس الموجوده. ده بالنسبه لي ماركت. اعمل تورنمنت كبيره جدا في الكروسفيت مثلا يحضر فيها بالظبط. ناس كتير، يبقى بادجيتنج دي. بالظبط. احاول ان انا اعمل بوزيشننج بشكل ان الناس تبقى فاهماه. ما ينفعش اقول انا احسن براند مش عارف بلا بلا بلا. في الكونسلتيشن غالبا بيجي ناس بتبقى فاكره ان هو بتساله عن الماركتنج، فيقول لك انا بعمل اعلانات. يا عم ايوه ماشي، ده اعلانات، ويقول لك انا بعمل اويرنس لمده 3 شهور. أيوة. وتفضل تدفع في بادجت ممكن توصل في الشهر 50 و60 و100 الف جنيه في الشهر، وانت تلاقي نفسك بتدفع 300 الف جنيه في الكوارتر، ولسه مفيش حد جه ومفيش حد بيعرفك، ويقول لك انا ما انا عملت اللي عليا كماركتنج ايجنسي. ايوه، علشان في حاجه اسمها اس تي بي ما بيعملهاش اصلا اي ماركتير. معظم الماركتيرز، مش خلينا نقول معظم الماركتيرز، ما بيعملوش ما بيهتموش بالجانب العلمي اللي هم اتعلموه اصلا، وبيركزوا على الديجيتال ماركتنج والايميل ماركتنج وهكذا. في حين ان انا بشوف ان اهم حاجه في البيزنس عامه بشكل عام get the job done. اهم حاجه ان الشغلانه تخلص. علشان الشغلانه تخلص مش هتعمل اللي عليك باعلان وبس، لا انت مهم كمان ان انت تبقى عامل سيجمنتيشن، عارف مين السيجمنت اللي هتستهدفها، مظبوط. وهتعمل لها تارجتنج ازاي، والبوزيشننج بتاعي يبقى عامل ازاي، وهتبقى عامل competitive analysis السفن بيسز والكلام الجميل ده طبعا. كله. طبعا. فالحاجات دي كلها ما اظنش ان الماركتيرز بيسالوا عنها حتى قبل ما يبصوا او يمسكوا الجيم. محدش بيسال حتى عن الاستراتيجي او الماركت استراتيجي اللي انت حاططها، او البيزنس استراتيجي او الكوربريت استراتيجي اللي انت حاططها. فالحاجات دي كلها ازاي البيزنس، يعني انا عارف ان في بيزنس اونرز بتسال عن الحاجات دي وما بتلاقيش رد. مظبوط. ف ليه؟ لان كل الناس حتى من الماركتير لما بييجوا يشتغلوا مع ناس شغاله في الجيم تحديدا يعني، بيقول لك انت جيم او بتشتغل في الفتنس، فعندهم كونسبت معين ان انا احط شويه بوسس كده، ناس بتتمرن واكتب كلمتين حلوين وشكرا. ما بتسالش الاونر او المانجر انت اصلا اللي احنا اتكلمنا في الاول ايه الفاليو بروبوزيشن بتاعتك. ما بيسالوش انت ايه تارجتك، طيب انت انهي ناس اللي بتارجتها. لما بتيجي تعمل اعلانات، ده حصلت معايا اوريدي. مثلا كان كورس معين في الاكاديمي وعايزين نتارجت بيه ناس معينه، لقيت الناس كلها اللي بيسعى على كورسات انجليش وكورسات في الالماني وكورسات في عارف انت متخيل انا بدي حاجات في حاجه تانية خاص في الفتنس. وده الناس بتسيز بيقولوا لي الناس بتسالني على كورس انجليش. فهو عمل حاجه للإديوكيشن، بس ما حددتش ان انت ايه السيجمنت اللي انا شغال عليه.
الناس عايزه الاديوكيشن في الفتنس، ويكون اصلا عايز يشتغل مدرب او مهتم انه يمرن نفسه. ما دي كل الاسئله المفروض يسالها لي، مش هقول انا عايز اعمل حاجه في الاديوكيشن فتقول لي كل الناس المهتمه بالاديوكيشن. فاهم قصدي؟ فهو اصلا معظم الناس اللي شغاله في الماركتينج وشركات يعني ما بيسالوش انت هدفك ايه اساسا، هو في التوتال فتنس. فخلاص انا بتارجت الناس بتاعت فتنس وهيجي لك وفلتر انت، صح كده؟ المشكله ان المبالغ بتبقى كتير، لان اوريدي التكاليف بتاعتها الديجيتال ماركتنج بقى كتير دلوقتي قوي يعني، وبقى الموضوع صعب جدا انك انت تدفع على الديجيتال ماركتنج يعني، اكيد انت فاهم المبالغ اللي بتدفع فيه. فصعب قوي. ايه البديل ان انا ابدا اعمل موضوع الاوفلاين ده او ارجع تاني الاوفلاين اللي احنا كنا اصلا زمان بنعمله. تحترم اصعب حاجه في البيزنس الكاستمر اكوزيشن. فانت عندك كاستمر او الاستحواذ على العميل، مظبوط. عندك كاستمر ان انت تستحوذ عليه او ان انت تحافظ عليه، ده اسمه ماركتنج. طبعا. ده مش معنى ان انا جبت ماركتير يعني الماركتير ده مهمته الوحيده ان هو يعمل لك اعلانات على الفيسبوك او الانستجرام او يعمل لك كونتنت كرييشن. لا، مهمته كمان ان هو يحافظ على الكاستمر اللي موجود عنده. من ضمن وظائف بس الماركتنج بس ان الناس اللي عشان تبقى فاهمه القصه دي، هو حلقه وصل كده ما بين الكلاينت وما بين الشركه او المكان. يعني بيشوف او الكلاينت بوتنشال كاستمر. مش بس يعمل لي بوست على بوست ولا فيديو، لا مش هو ده الماركتنج. انت كماركتنج ايجنسي شغاله معايا، المفروض كل فتره تعمل سيرفي للعميل عن المكان، وتبدا تاخد الفيدباك بتاعت العميل ده، وتقوم مطلعها للمكان تقول له والله الناس بتشتكي من كذا كذا كذا. انا بجد نادرا لما بلاقي ماركتير او شركه ماركتنج شغاله مع جيم لمده مثلا سنه او 2. نادرا من النوادر. ده انجاز. كل 3 شهور بيتغير كل لازم تعمل كده. يعني انا ما فيش شركه مثلا تيجي تشتغل معاها، يعني يمكن في شركه من الشركات بصراحه اشتغلت معايا اكتر من 2-3 سنين، لان هو كان فاهم ايه السيجمنت اللي انا شغال عليه، كان فاهم ايه السيرفيس اللي انا بقدمها، فكانت الدنيا وكان في كويس جدا. سيرفيس وكان في ممتاز. افتر سيلز وكان في كل حاجه. كام واحد بقى من كل قد ايه؟ يعني ممكن كل 100 بني ادم تلاقي في واحد فلتة كده فاهمك وعايز يسال وفاهم يعني ايه ماركتنج استراتيجي. الشركات الماركتنج اللي مش فاهمه الماركتنج استراتيجي ما بيعرفوش يشتغلوا مع الكلاينت، بيبقوا انا شايف برضه غياب كونسبت فهم الماركتينج بشكل عام، لان الماركتينج هو المنتج الصح للشخص الصح في المكان المناسب في التوقيت المناسب. فانت عشان تعمل right people right position في PR ده طبعا يعني فده مهم جدا. فالقصه بتاعت الماركتنج انا شايف ان المفروض يبقى وظيفته الاساسيه ان هو حلقه الوصل ما بين الاثنين، ما بين العميل هو الجيم يعني او الشركه، وما بين العملاء اللي بيتعاملوا مع عارف انا نفسي يبقى في رفض من الاثنين علشان الماركت يتحسن. يعني البيزنس اونر يسال الاسئله اللي المفروض الماركتير يبقى عارفها، لو ما ردش عليها او ما جابلوش بروبوزل بيها ما يشتغلش معاه عشان يفهم غلطه ايه. فاهم. والماركتير ما يشتغلش مع الجيم كبيعه بس غير لما يبقى عارف الجيم ده عامل بيزنس موديل ولا لا، او عارف هو عايز يوصل لايه اصلا ولا لا، علشان ما يبقاش فيه فلوس مرميه في الارض. كل واحد يحط نفسه مكان التاني. بالظبط. لو انت ما عملتش يعني نتمنى اتمنى بس هي القصه كلها ان لو الناس ما بتحطش نفسها مكان حد. انا كمدرب لو حطيت نفسي مكان العميل هيبقى عايز مني ايه؟ هيبقى عايز مني ان انا اتابعه، هيبقى عايز مني ان انا اعمل له التريننج بلان بتاعته، هيبقى عايز ان انا كل فتره اعمل له اسسمنت. فاوريدي انا هعمل ده للعميل. العميل يحط نفسه مكان المدرب. هو انا المفروض لما اجي اخد امويدمنت من المدرب لازم ابقى مراعي ان عنده مواعيد تانية برضه، عشان انا الوحيد اللي عنده. صح. لازم يبقى انا لما يجي يقول لي اعمل كذا فاعمله عشان هو يجي ده برضه علشان الجنرال مانجر او الاونر قبل ما يفتح الجيم ما بيحطش الاس او بي. مفيش حد الستاندردز للاوبريتور بتحط مانوال او بتحط قوانين للكاستمر. دي الرولز بتاعتك بالظبط. انا قبل ما اجي هنا مثلا المكان اللي انا فيه اللي هو مقر، يعني شكرا للهوسبيتاليتي الجميله دي، بس قبل ما اجي المكان ده شفت الاتيكيت اللي هم عاملينه وبعتوه لي، وفي كل حاجه انا عارف تفاصيل المكان، ما ينفعش وينفع. فالمهم جدا ان ده يحصل كمان جوه الجيم. بالظبط. انا عندي اس او بي. انت تعرف من ضمن الحاجات اللي اكتشفتها ترجعني انت بقى ل 2014. انا حاسس ان انا عجوز مش عارف لا من ضمن الحاجات السيرفي اللي كنت بعمله في الرساله عندي للكلاينت. ايوه. بديله كده من ضمن الاسئله هو العقد اللي انت بتمضيه مع السيلز بتقراه. 80% من الناس يقول لا. عايز اعمل ريفند مثلا، تيجي فاهم عايز اعمل ريفند. تمام. ليه بقى؟ لان حرفيا ما فيش عميل في جيم بيجي يمضي على العقد ان هو اوريدي كلاينت في الجيم يعني بيقرا البنود بتاعه العقد. طب انا وظيفتي كسيلز ايه دلوقتي؟
انا وظيفتي كسيلز ان اكد او احط كده خطوط تحت الحاجات اللي انا لا انا عارف ان العميل هيقع فيه. في مكان جميل قوي وانت بتروح تدفع الفلوس، مش السيلز اللي بياخدها، الاكاونتنج بياخدها وبيقول له انا بس عايز اكد لحضرتك 1 و2 و3 بالظبط كده. حضرتك متفق، لان مش هيبقى في رجعه. تمام مفيش مشكله. بس انا يعني برضه عشان ما نظلمش الجيم بقى والبيزنس اونر وكده، في عملاء مسيكلين كتير يعني يو كتير يا جنان والله العظيم. ما تفكرنيش بالنبي. في حاجات بتبقى جنان. في لدرجه ان ممكن تلاقي عميل هو من ضمن بنود العقد ان انت حافظ على حاجتك الشخصيه، انا مش مسؤول عنها كمكان، ولو انت هتخش اللوكر لازم تقفل بالقفل بتاع لوك يعني بتاعك ومعاك المفتاح. تمام تمام. ما ينفعش يبقى انت كلاينت داخل الجيم شايل في ايدك سوري يعني اسمع يعني ساعه ثمنها 250,000 جنيه، وشايل محفظه فيها 3-4 كروت فيزا، وتقوم راميهم في اللوكر، وتيجي تخش تقول انا اتسرقت. طب انت قفلت على اللوكر؟ لا ماليش دعوه، هتقولي حاجتي. طب حضرتك ما كنتش بس الجيم ده وهكلم مش في الجيم ومش عارف ايه. حصلت حرفيا قدامي واحد كان ضايع منه فعلا ساعه بمبالغ كبيره جدا، وعمل دوشه وناس وجات وقلق، روح البيت لقاها نسيها على الترابيزه عنده. طب ليه؟ طب ما كمل اول حضرتك يعني. ده بناء عليه ان انت اوريدي هو ليه عمل الدوشه دي، انه اوريدي اصلا محدش اكد عليه ان حاجتك الشخصيه دي احنا مش مسؤولين عنها، انت حافظ على حاجتك. بس دي غلطة الجيم. بس انا بشوف يعني انا مثلا في قبل كده احنا كان في مكان كان فيه ليديز اونلي وفي ماكس. فجات لي واحده من الليديز الجيم قالت لي انا عايزه طارات ملونه زي اللي موجوده في الجيم، انتوا ازاي ما عندناش تحت طارات ملونه؟ اوكي في الليدز. انا قعدت يعني فاهم انت طبعا لازم ان انت ايه تسمايل طبعا وتمتص ومتفاهم طبعا حضرتك، بس انا ما قدرتش اعمل كده يعني انا غصب عني ضحكت. طب هي الطارات الملونه دي يعني الكيلوز بتاعتها اكتر بكتير من اللي ممكن. لا انا عايز طارات ملونه، اتفضلي يا فندم. خلاص المشكله خلصت. على حسب بقى الكلاينت بقى جاي متضايق فطلع ضغطه عليه. مثلا كلاينت يطلع يشتكي مدرب، فاجيب المدرب اقول له هو انت عملت كذا 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 كذا، تقول لا مش انا حضرتك عملت لك 1 2 3، تقول لها حصل. فبقى مش بقى خد بالك من حاجه ان زي ما الترينر بيبقى ساعات مضغوط في الشغل، ساعات الكلاينت بيبقى مضغوط جدا. ايوه مش طبعا. مضغوط بس خلينا يعني حرفيا الراجل جاي او الست دي جاي الجيم خسر قدامي مليون جنيه في التليفون. ما انا خد بالك ان الكلام انت بتقوله خطير. انت واحد سايب شغله وسايب بيته عشان بس يقعد ساعة ونص مثلا في الجيم، ينسى الكلام ده عشان يتمرن لصحته ويفك او يفصل ما بين حياته الصعبة او يعني ضغوط الشغل وما بين راحته النفسية. انت لك ان تتخيل ان لو واحد اتعصب لازم تمتص غضبه وهو غصب عنه، زي ما انت كمدير مش عارف تمتص غضب الكلاينت. هرمون قبل ما يجي الجيم. انا اعرف ناس كانت بتيجي الجيم وجايب مرجانه معاه ده من قصة تانية. في احنا المفروض نقفل الجيم ولاود والصوت العالي وهو بيتمرن لا في ناس طبعا اكيد كل حد عنده ظروف وظروف شخصية ما مش هندخل فيها، ولكن انت كحد بتشتغل في جيم كمدير او ريسبشن او اي حد لازم يبقى عندك يعني ثقافة التعامل مع الناس. الكوميونيكيشن سكيلز دي مهمة قوي قوي قوي، اللي مش موجودة عند ناس كتيرة جدا. صح. انت ازاي تعرف تمتص غضب اللي قدامك؟ ما ينفعش يتعصب طول ما انت كمان متعصب عليه، ما ينفعش. فهو بيتعصب لازم انت تمتص غضبه وعصبيته. حتى لو انت متضايق، ولو انت متضايق ما تجيش. لا انا كنت بضايق، انا لو كنت متضايق في اي حاجه بره الشغل، لا انا دي مسؤوليه ان انا اضحك في وشك طبعا. يعني انت اصلا جاي متضايق فانا مش هتضايق انا كمان في وشك وهسود لك الدنيا. في سيستم كده انت عارفه اللي هو ستيرت لاين سيستم بتاع البيع. من ضمن الشروط بتاعته ان انت لو انت حرفيا عندك حاجه متغيره كده في حياتك او متضايق او متعصب ما تشتغلش النهارده، لان ده هيطلع على شغلك. صح. في اي حاجه بقى. فانت لو حاسس ان انت مش هتعرف تكنترول، مش هتعرف تفصل، استعجل الكونديشنات. المانجر لازم يكون متفاهمها ان عادي في اوف داي للموظف، فلازم تتفهمها عشان مش لو مثلا معلش انا النهارده تعبان، طب لا انت بتدلع خليك في البيت. طب خليه حضرتك متضايق. ولازم يراعي الهيستوري بتاعت الشخص اللي قدامه. ممكن يكون موظف فعلا مضغوط معايا 3-4 شهور وشايف ان هو البرفورمانس بتاعه حلو جدا، ما يجيش في شهر يكون مثلا تعبان وعنده ظروف اقول له لا معلش انت مقصر. ما تشوف الهيستوري بتاعتي عامله ازاي. واكتر موظف بيدي لك لفتره طويله هو الموظف اللي انت بتستحمله فتره طويله. طبعا. اللي انت بتشيله ده وين سيتويشن.
انت كسبان وانا كسبان. وفي نفس الوقت حته ان انت تحافظ على رجالتك، حته ان انت تحافظ على فريق. تخيل ان انت معاك لعيب واللعيب ده معاك لمده سنه، هتعمل ايه يعني؟ هتقعده دكه طول حياته؟ لازم هتستغله طبعا. بس. فهي دي الفكره يعني. طيب انا عايز اروح بقى الحته تانية، وهي اي اف سي. تمام. اي اف سي يعني الحمد لله ان بقى في شركه بتقدر ان هي تعمل تريننج ديفلوبمنت وتكونسلت للجيم او البيزنس اونر عايز يفتح جيم او كده، وحضرتك دلوقتي السي او بتاعها، فانا عايز اعرف اكتر عن الشركه. اي اف سي هي المفروض شركة شغالة في الجزء بتاع التطوير والتدريب للمجال بتاعنا. هي شركة بشكل عام بتعمل الموضوع feasibility study والاكشن بلانز بتاعت الشركات او بتاعت الاماكن اللي شغالة في الفتنس يعني. وعشان كده طلع منها براندين او تو براندز. البراند الاولاني ليه علاقة بالإدوكيشن اللي هي IFA Innovative Fitness Academy، وحاجة تانية اسمها ال IFB Innovative Fitness Program. ال Innovative Fitness Academy أو الأكاديمي شغالة في الجزء بتاع ال Education للفتنس أو المدربين، شغالة في الجزء بتاع تعليم الناس ال Concepts بتاعت ال Nutritions، وإزاي يعرف يعمل Nutrition Plan والحاجات دي كلها. زائد الجزء اللي ممكن ما يكونش متواجد قوي في معظم السوق بتاعنا دلوقتي، إزاي أعلم الشخص اللي قدامي مانجمنت، ازاي يعرف يعمل الاوبريشن بتاعه، ازاي يعرف يمانج البيزنس بتاعه كمدرب. ده بالنسبه للجزء بتاع الاديوكيشن. اوريدي اشتغلنا الجزء بتاع الاديوكيشن ده من خلال اي اف سي اللي هي انوفيتيف فيتنس كونسلتنج، بس من غير مسمى الاي اف اي الاكاديمي. دلوقتي بقى في مسمى منفصل اللي هي الاكاديمي شغالين فيها دلوقتي، ونزلنا فيها رسمي يعني من اول 2000 او في 2024 السنه دي. ده يعتبر كبراند منفصل من الاي اف سي اللي المفروض شغاله من فتره طويله يعني. الجزء الثاني بتاع البروجرام او الانوفيتيف فيتنس بروجرام شغال في الجزء بتاع تطوير البرامج والسيرفيس الموجوده جوه الجيمات. الموضوع كله بيكمل بعضه، بمعنى ان اي اف سي بتعمل كونسلتنج لما بتلاقي فيه قصور في حته معينه بالنسبه للإديوكيشن، بتحول الناس الموجوده في المكان ده للاكاديمي عشان تبدا تطور من الإديوكيشن بتاعهم. وبعد ما بيخلصوا بتبدا الجزء الثالث من الشركه اللي هو الاي اف بي ياخدوا المدربين دول ويعلمهم برامج جديده في الجزء بتاع الفتنس ويطلعهم لسوق العمل. فهي تعتبر حلقه متواصله او يعني مع بعضها، من اول الاي اف سي بينزلوا على الاي اف اي يطلعوا من خلال الاي اف بي لسوق العمل. كويس جدا. وبتوفر لهم فرص للعمل عن طريق النتورك او كونكشن، ولا لسه عن طريق طبعا في نتورك مع ناس يعني جوه مصر، وفي الغالب بنعمل حاجه دلوقتي بره مصر وربنا يكرم فيها يعني ان شاء الله. مدربين ان هم يتعلموا من اي اف سي، في نفس الوقت فرصه للبيزنس اونر او الانتربرنور اللي عايز يفتح الجيم ان هو يكونسلت اي اف سي ان شاء الله. ويعني مش هتندم. طب يكونسلتوا ازاي او اول حاجه بيتابعونا عن طريق في اوفيشال ميل، ممكن نبقى نسيبه على طول ابعتلكم. هنا اي حد عايز اي حاجه يعني عشان انت مروان معانا النهارده، لو اي حد شاف الحلقه دي وبعت انا شفت الحلقه بتاعه مروان مع اي اف سي او يعني مع احنا مع بعض، ده ليه ديسكاونت كمان من الاي اف سي ان شاء الله يعني. وان شاء الله احنا كير على البيزنس ده، محتاجين الناس كلها تفتح في البيزنس ده لان البيزنس كويس جدا جدا، ومحتاجين ان كل الناس تلعب رياضه وتمارس تحافظ على صحتها. هي حاجه منتشره. والجيم زي ما شفنا في البودكاست هو بيزنس صعب جدا، ودي العيش تخمسه بالظبط، هي قصه ان انت معاك مش هتبريك ايفن. انا اسف مش هتبريك ايفن بسرعه. لا مش بالظبط. في مراحل المشروع، في فيزز معينه بشغال عليها، ما ينفعش ان انا احط فلوس النهارده اكسب بكره، يعني في مراحل بنعملها. في مكسب كبير شور ومن حاجات كتير شور ومن فاسيلتيز كتير ومن اندستريز كتير. باذن ربنا بيبقى في مكسب، لان انت اوريدي درست الموضوع صح. لو ما درستوش صح ودخلت كده من غير ما تقول انا معايا فلوس وعايز اكسب ومش درسه، فانت اوريدي اكيد هتخسر. بالظبط. في مثل كده في المانجمنت بنقول اللي هو if you can't measure it you can't improve it.
حاجه اللي مش هتعرف تقيسها او قصه هتعرف تقاومها. بالظبط. فده مهم جدا جدا. انا بس حابب ان انا يعني اركز على حته معينه من ضمن الشغل بتاع الاي اف سي. موضوع الاكاديمي ده مهم لكل الناس اللي شغاله في الفتنس نفسه او في الفتنس فيلد، لان بدون علم الناس ما مش هتعرف تشتغل او مش هتعرف تطور من نفسها. احنا بنشوف كتير قوي، ده من ضمن الحاجات اللي خلت اي اف سي تعمل براند منفصل منها اللي هو الاي اف اي. في السوق مدربين كتيره جدا جدا واخدين بدل الشهاده 3 و4. لما تيجي تعمل معاهم انترفيو مفيش معلومة بتتقال، مفيش طريقة صح اللي اتعلمه. فدي مشكلة كبيرة جدا. احنا في المنهج اللي عاملينه في الاي اف اي الاكاديمي، عاملين تحسين للمنهجية اللي هم درسوها. في ناس بتدرس المنهج بس مش فاهمينه، فبيخش حافظ مش فاهم فيحط في الامتحان اللي هو عايزه، فخلاص الموضوع معاه ماشي. او في شهادات من شهادة مش شهادات يعني بيحلوا البعض. ودي مشكله كبيره جدا جدا. يعني بيبقى اوريدي معايا سيرتيفيكت، انا مدرب انترناشونال ومعايا السيرتيفيكت دي، فانا عايز اشتغل، فتيجي تساله مفيش، لانه اوريدي في حد تاني حلل الامتحان. احنا في منهجيه معينه عندنا في الاي اف اي مشغلين بيها، ان متدرس للناس منهجيه تعتبر من واقع الدراسه وخبره الناس اللي بتدرس لهم. في طبعا مراجع كتيره جدا محطوطه في الماتيريالز دي، سواء كان بتاعه البي تي او النيوتريشن او المانجمنت. في امتحانات بنعملها للناس بعد نهايه كل كورس عملي ونظري، سواء كان في البي تي او في النيوتريشن برضه او في المانجمنت. وفي جزء عملي في المانجمنت دي ممكن يكون مفيش حد مدركها قوي يعني. فما بنطلعش حد من عندنا اللي ما يكون حرفيا فاهم. وبنعمل له الامتحان دايركت، مش بقى دايركت يروح يحل في البيت ويجي لنا، لا بنعمله له عملي ونظري قدامنا. فده بالنسبه لنا بيقوي المنتج اللي طالع. انت كمدرب بالنسبه لي منتج عايز اطلعك للسوق بشكل كويس جدا، علشان لما اجي حد اونر يقول ان الشخص ده خريج الاي اف اي اللي تبع الكوميونتي بتاعت الاي اف سي، يبقى واثق ان الشخص اتعلم صح. ودي من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا، ان نفسنا السوق كله يبقى شغال على نفس الكونسبت ده. كويس جدا ان يبقى في تخصص اخيرا للجيم، ويبقى فيها حد متخصص يقدر يساعد الجيم فعلا في ان هو يوصل للتارجت اللي هو عايزه، او يوصل للاستراتيجي اللي هو عايزها، او يوصل للجول اللي هو حاطه يعني بشكل عام، وان هو يطبق له الفيجن اللي هو شايفه. انا يا دكتور عايز بس اسال حضرتك يعني اسئله و... لو شخصيه بلاش. عايز نصيحه للمدرب، ونصيحه للمدير، ونصيحه للأم. نصيحه للمدرب في جمله كامله. نصيحة للمدرب، اتعامل مع الكلاينت ان هو انت، وكون امين معاه في التعامل. للمدير راعي الموظفين اللي تحت ايدك، راعيهم قوي يعني. مش معنى راعيهم دلعهم، لا راعيهم بمعنى ان انت تبقى عارف تفرق ما بين اللي بيشتغل وما بين اللي ما بيشتغلش. وقدر 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 3 مرات اهو الشخص اللي بيشتغل عشان يديك اكتر. يعني بالظبط كده. الاونر سيب المدير يشتغل. 3 كلمات: سيب المدير يشتغل. سيب المدير يشتغل. ليه؟ لان الاونر لو ما سابش المدير يشتغل، وهو عارف ان في مديرين ممكن ما يكونش فاهم قوي، فاوريدي الاونر بيبقى فاهم ان ده مش فاهم. بس لما تلاقي واحد فاهم، بعد اذنك سيب المدير يشتغل عشان يطلع لك انتاج، بس مش اكتر من كده. نصيحه عامه للناس كلها. يعني نوعيه ناس بالظبط. كل الناس. انا نفسي حضرتك خدت الدكتوراه في سن صغير، وصلت الجيريان بوزيشنز في سن صغير، فانا بحب جدا الموديل ده وانا اتعلمت منك كتير. ان شاء الله ان الناس تعرف منك نصيحه عامه. والله انا يعني اي انسان يخلي عنده طموح، يعني يبقى طموح في حياته. طموح في ان هو ممكن يبقى شايف نفسه يوصل لاعلى حاجه. مش مشكله انك انت تحلم، بس حاول تسعى ورا الحلم. يعني حاول ان انت حلمك ده حطه قدامك، وحط له البلان بتاعتك ان انت تاخد ايه كورسات، تتعلم ايه خبرات، الكلام ده كله مهم انك توصل للحلم اللي انت عايز توصل له. زي قانون الجذب كده، لو احنا عارفين انت قانون الجذب، لما تكون مصدق حاجه ومقتنع بيها هتوصل لها. طبعا بناء على حاجات كتيرة جدا في السكة اللي انت بتعملها لحد ما توصل للتارجت بتاعك.
فاي انسان اتمنى ان ربنا يوفقه ويكون طموح ويحقق اللي هو عايزه من حلم، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. لا كانت يعني حلقة انا مبسوط جدا قطعك جدا حبيبي، وانا استفدت منها جدا، الله يخليك. وان شاء الله هيبقى في بارت 2 ان شاء الله ان شاء الله. ده صح. ان شاء الله ان شاء الله.